فالمتوقع هنا ده 11 صح كده؟ ليه انت رجعت تاني قلت 1 بي و 2 بي؟ ها؟ ليه؟ ليه ما اخدش 10؟ هتقول لا يعني. ها؟ بص كده في نظامين يا جماعه للتوزيع احنا ماشيين بيه. نظامين الجدول الدوري اللي عملوا الجدول الدوري. في نظام اللي هو بتاع الامريكان او النظام الامريكاني وفي نظام اوروبي. خلاص؟ احنا بنحب الامريكان. احنا بنحب الامريكان بنعشقهم بصراحه. فاحنا ماشيين بالنظام الامريكاني بس خلي بالك النظام الامريكاني ده نظام تقليدي قديم شويه اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي اهو. خلاص؟ ده نظام بنسميه النظام الثماني. ليه؟ ثماني؟ يعني ايه ثماني؟ يعني من اخره 8. اي حاجه بعد ال8 ابتدي من كام؟ 1 من جديد وهكذا. يعني اخرك توصل للمجموعه الثانيه وبعد كده تبتدي كام؟ 1 2 3 وهكذا. صح الكلام ده؟ فاحنا ماشيين. بس هل ده احدث نظام في الجدول الدوري؟ لا. على فكره النظام الاوروبي ماشي مفيش البي مفيش الكلام ده، يعني ماشي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ونكمل. خلاص؟ والمجموعات دي هنا نكمل 16 17 18 وهكذا. حلو كده؟ بس احنا اللي احنا معترفين بيه هو مين؟ ها؟ اللي هو النظام الامريكاني ده اللي احنا هنمشي فيه. ده على المعنى. حلو الكلام؟ خلاص؟ عشان كده احنا بدانا هنا من 1 بي و 2 ايه؟ و 2 بي. دي الفئه دي من الجدول الدوري، فيها كام سلسله ها؟ ها؟ 4 سلاسل، دي اسمها سلسله كده. خلاص؟ 4. لكن دي اسمها ايه؟ ها؟ عمود او مجموعه، عمود او ايه؟ او مجموعه. صح الكلام ده؟ يبقى ده الفئه دي من الجدول الدوري. طب على يمين الجدول الدوري في فئه اسمها مين؟ ها؟ الفئه مين من الجدول الدوري؟ فيها كام عمود؟ يلا. ها 6. ليه 6؟ عشان البي بتشيل كام؟ 6 الكترونات. صح؟ يبقى اول حاجه هنا فيها ايه؟ 6. ادي عمود. ها 2 3 4 5 وتلاقي العمود الاخير اللي هو بتاع مين؟ اللي هي المجموعه الصفريه والمجموعه 18 اللي هي الغازات اللي هي صح اللي هي حد عارفهم الغازات الخامله؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، سيلينيوم، خلاص؟ دي اللي هي المجموعه الصفريه وال 18. طب يلا عايز ابتدي هنا، انت بدات كده من كام؟ يبقى هتكمل كام؟ بس استنى بقى. ايه؟ استنى ليه؟ انت هنا حطيت 3 بس 3 بي. لو انت بدات 3 بي ده مين؟ ده في دي صح كده؟ يبقى 3 ايه؟ انت العناصر الممثله دايما بتاخد الرمز مين؟ ايه، لكن الانتقالات تاخد الرمز بي. يبقى وانت وماشي انك كده تحط مش 3 بي تحط ايه؟ 3 ايه. انت حطيت دي هتبقى مين؟ اول عمود في الايه؟ في الفئه دي ما تنفعش. يبقى انت مكمل هنا 3. بعد كده 4A 5A 6A 7A ودي بسميها ايه؟ ما يجيش حد يقول لي 8A، ما يجيش حد يقول لي 8A، لا دي بسميها المجموعه الايه؟ الصفريه او 18. المجموعه الصفريه او ايه؟ او 18 اللي هي فيها الغازات اللي هي من الاخر 5. اخر فئه من فئات الجدول الدوري حد عارفها؟ فئه اف. فين فئه اف دي؟ صح. بتكون كام سلسله؟ 2. ايه هما؟ الاسفنجات الاسفنجات وايه؟ واكتنجات. الاسفنجات وايه؟ واكتنجات. طب كم عمود يا مستر ارقام مجموعه؟ سهل. الفئه اف بتشبه على كام الكترون؟ 14. اذا كم عمود وكم مجموعه؟ 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. خلاص؟ دي اسمها الفئه ايه؟ اف من الجدول. صح الكلام ده؟ خلاص؟ يبقى انا عندي كم فئه في الجدول الدوري يا شباب؟ 4 اس بي دي. اس ودي سميناها عناصر الممثله، دي واف سميناهم عناصر. بس ايه الفرق بين العناصر الانتقاليه؟ ايه الفرق بين الدي والاف لو عايز اميزها؟ الدي سميناها انتقاليه بضيف لها كلمه اسمها رئيسيه، لكن الاف سميتها انتقاليه لكن داخليه. حلو كده؟ انتقاليه ايه؟ داخليه. وكان المفروض الفئه اف من الجدول الدوري ما يكونش مكانها تحت، يكون مكانها فين يا مستر؟ اهو يكون مكانها هنا. هنا وهنا. بعد ايه؟ بعد اخر عنصرين، يعني هنا في عنصر هنا في عنصر. هنا العنصر على فكره بالمناسبه العنصر اول عنصر في هنا اسمه اللانثانيوم. اللي ايه؟ عدد الذري حد يعرف كام؟ حد يعرف عدد الذري كام اللانثانيوم؟ ها؟ كام؟ صح 57 برافو عليك، صح اللانثانيوم 57 اهو. الاكتينيوم عدد الذري كام؟ ها؟ هتعرفيها انت اهو؟ شاطر. الاكتينيوم كام؟ حد يعرف الاكتينيوم كام عدد الذري؟ ها؟ كام؟ ايوه في حد قال هنا. ها؟ 89. الاكتينيوم 9 وايه؟ و80. مستر تونه. خلي بالك ركز كده معايا.
اخر عنصرين هنا موجودين في الفئه دي اللانثانيوم والايه؟ والاكتينيوم. اللانثانيوم 57 والاكتينيوم كام؟ 89. طيب هيفيدني في ايه يعني الكلام اللي انت قلته لك؟ انت قلت ان الفئه اف كان المفروض مكانها بعد عنصر اللانثانيوم وعنصر الاكتينيوم. ايه دليلك؟ دليلين. اول سلسله هنا سميتها سلسله الايه؟ صح؟ والسلسله اللي تحت سميتها مين؟ صح؟ ماشي تفرق معايا في ايه؟ بص كده اللانثانيوم بعده عناصر مين؟ اللانثانايدز اللي هي اللانثانيدات. خلاص؟ اللانثانيوم بعده مين؟ اللانثانايدز اللي هي مين؟ اللي هي اللانثانيدات. طب وده عنصر الاكتينيوم اللي بعده مين؟ خدت بالك حاجه؟ هي مشتقه من ايه؟ من الأكتينيوم. يبقى ده لانثانيوم فاللي بعده لانثانايدز او لانثانيدات، وده ايه؟ اكتينيوم فاللي ايه؟ اكتينايدز او اكتينيدات. صعب الكلام ده؟ خلاص؟ ده دليل واحد. انا بصراحه يعني انا مش متاكد، مش واثق فيك يعني. طيب اللانثانيوم اللي هي 57. عارفين اول عنصر في الفئه اف عدد الذري كام؟ صح 58. ايه ده؟ صح 58. ايه ده؟ كان المفروض فعلا مكانها. طب مش متاكد. طب الاكتينيوم كام؟ 89. عارفين هنا العنصر ده كام؟ 90. خلاص؟ يبقى كان المفروض فعلا الفئه اف من الجدول الدوري يكون مكانها بعد اول ايه؟ بعد اخر عنصرين، بعد اللانثانيوم والاكتينيوم مكانها هنا. طب يا مستر ما احنا خدناهم هنا وخدناهم تحت عشان الجدول ده ما يبقاش ايه؟ ما يبقاش كبير بس مش عارف. خلاص؟ عشان الجدول ده ما يبقاش كبير. يبقى دول كام فئه يا جماعه؟ 4 فئات اس بي دي. خلي بالك الدي بنسميها انتقاليه رئيسيه. والدي اسمها انتقاليه مين؟ داخليه. انتقاليه رئيسيه وانتقاليه داخليه. صعب الكلام؟ تعالى كده ناخد انواع عناصر الجدول الدوري. انواع عناصر الجدول مين؟ لا استنى. فئات غير انواع. تعال. نبيله. عناصر خمسه وعناصر ايه؟ نبيله. طيب رقم 3 عناصر صح انتقاليه ايه؟ رئيسيه. اللي هي الانتقاليه الرئيسيه لسه قايل لك من شويه اللي هي الفئه مين؟ صح الفئه دي. و4 عناصر انتقاليه داخليه. والفئه مين؟ صح الفئه. صح الكلام ده؟ طب يلا قول لي كده عناصر ممثله هي عناصر الفئتين مين ومين؟ الاس والبي. لو انت قلت لي كده الاس والبي وسكت يبقى غلط. ليه؟ ليه؟ اصل خلي بالك مش الفئه دي كان اخر مجموعه فيها اللي هي المجموعه كام؟ 18 ودي ايه؟ حمله ما تنفعش. يبقى انت لازم تقول هنا عناصر ممثله اس وبي ما عدا المجموعه الايه؟ الصفريه اللي هي بنسميها المجموعه كام؟ 18. صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ طيب العناصر الخامله خلاص اللي هي المجموعه مين؟ المجموعه الصفريه اللي هي بنديها على طول ان بي 6 اللي دايما البي فيها بتكون بكام الكترون؟ 6. كله بس ما عدا مين؟ ما عدا واحد بس. مين هو؟ صح في حد قال صح. مين؟ الهيليوم كام؟ الهيليوم كام؟ 1 اس. خلاص؟ يبقى هنا ما عدا مين؟ ما عدا الهيليوم. الهيليوم اللي هو مين؟ 1 اس. صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ خلاص؟ يبقى العناصر الخامله هي العناصر اللي هي فيها دي 6 ما عدا الهيليوم بكام؟ الاس بكام؟ صعب الكلام ده؟ فيها مشكله؟ فيها صعوبه؟ حلو. دي بالنسبه للعناصر اللي هي الخامله او العناصر اللي هي ايه؟ النبي. حلو. العناصر الانتقاليه الرئيسيه اللي سألك من شويه العناصر فيها مين؟ دي. والعناصر الانتقاليه الداخليه عناصر فيها اف. الفئه دي في منتصف الجدول الدوري، والفئه اف اسفل الجدول الدوري. حلو الكلام. تعالى كده نمسك واحده واحده مع بعض. مين هتدرس مع مستر في دول؟ انت لسه قايل انت هتدرس عناصر مين؟ الانتقالي. يبقى اذا هو دي او ايه؟ بس اللي انا هركز عليه هو مين؟ الدي، وخصوصا مين في دي؟ اول سلسله. اول مين؟ سلسله اللي هم كام عنصر؟ 10. صعب الكلام ده؟ اول ما تسمع كلمه عنصر انتقالي دماغك تروح لمين؟ هي الفئه دي؟ هي الفئه؟ اول ما تسمع كلمه عنصر انتقالي يا دماغي تروح للفئه دي يا اما الفئه؟ طيب يا مستر لو انا عايز اتكلم على الفئه اف كلمني كده بعد اذنك عن الفئه اف واديني كده نبذه عنها. اديني نبذه عن الفئه اف. حلو كده؟ الفئه اف يا مستر خلي بالك كان بيتتابع فيها امتلاء
المستوى الفرع مين؟ ها؟ مستوى الفرع مين؟ اف. والاف كام متشبع كام الكترون؟ يعني من 1 لحد كام؟ صح كده. يعني دايما اي عنصر انتقالي داخلي هيكون الاف بتاعته يا اما من 1 لحد 14 صح؟ الاف بتاعته تكون من 1 لايه؟ ل 14 خلاص؟ دايما يا جماعه لو عايز تكتب الفيها اف دايما اي عنصر انتقالي داخلي دايما بيتكتب كده بص كده ان اس من 1 ل 2 ان ناقص 2 اف من 1 ل 14 ليه؟ تعالى كده واحده معايا. لما كنت بتوزع العناصر الفرعيه او المسافات الفرعيه فاكر اس دبس فاكر الكلام ده؟ ها فاكر التوزيع؟ لما كنت بتوزع 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 وهكذا فاكر الكلام ده؟ لما كنت تيجي عند 4 اس خلاص او تعالى نقول لما تيجي عند 6 اس او تيجي عند كام؟ 6 اس كنت بتوزع بعضه ايه 6 اس؟ ها؟ ماشي؟ صح بس الفور اف الاول خلاص 4 اف وبعد كده مين؟ ها؟ 4 اف وبعد كده 5 دي على حسب التوزيعه بتاعتك. حد مش عارف التوزيعه دي؟ حد ما يعرفش التوزيعه بتاعت العناصر الفرعيه؟ اقولها تاني ده حد ما يعرفهاش؟ ها؟ يا جماعه قولوا اللي مش عارف اي حاجه يرفع ايده ويقول هعيدها تاني ما عنديش مشكله. اقعد معاك في الحصه ان شاء الله 5 ساعات بس ما تطلعش من الحصه وانت مش فاهم. ها؟ حد ما يعرفهاش؟ اعيدها يا جماعه. حلو انتوا تقولوا 6 اس 4 اف 5 طلعت حاجه الاس عددها كام؟ والاف يعني دي لو اعتبرتها بان يبقى دي ان ناقص كام؟ 2 عرفتوا ليه؟ خلاص؟ يبقى لو انا اعتبرت الرقم اللي قبل الاس ده رقم يبقى الاف دايما بيكون اقل منه بكام؟ 2 يعني الاف اقل منه 2. طب الدي اقل منه بكام؟ 1 اصل دي 6 اس لكن هنا كام دي؟ خد بالك في الامتحان انا ليا الحق ان انا ابدل في اي واحده من دول. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اجيب ال5 دي قبل ال4 اف كده بس هو مش ده المفروض كده ما تبعش قانون ان زائد ال اللي خدناه في ثانيه ثانوي. المفروض ان زائد ال كنت بجمع اللي هو عدد الكم الرئيسي مع عدد الكم الايه؟ الثانوي كنت بجمع الاثنين مع بعض ولازم دايما ببتدي بالاقل لحد الاكبر. صح؟ خلي بالك انا في الامتحان انت مش بختبرك في الان زائد ال كده دي كانت في ثانيه ثانوي. انا عايز الخبطك في المسائل عشان ما تعرفش المسائل. فليه الحق في الامتحان ان هو يبدل بين الاثنين وهتبقى عليه. بس انت الموضوع مش صعب بالنسبه لك ليه؟ اصل انت ما دام شفت الاس يبقى اكيد وراها الدي اقل منها بواحد والاف اقل منها بكام؟ 2 خلص. خلاص؟ انت مش هتلخبط فيه، الموضوع سهل. فيها مشكله؟ حلو الكلام ده؟ طيب ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للاس. تتابع فيها كده المستوى الفرعي اف من 1 ل 14 الان اس 1 2 والاف من 1 لكام؟ ل 14 بس خلي بالك لو هنا في ان يبقى هنا ان ناقص كام؟ 2. ها تنقسم لكام سلسله؟ 4 يا ساتر. تنقسم الى سلسلتين. ايه هما السلسلتين؟ فاكرين رقم 1 لانسانيدات او لانسانايتس اللي هي جايه بعد عنصر مين؟ اللانسانيوم اللي هي 57 خلاص؟ اللي هي لانسانيوم تقع في الدوره كام؟ حد يعرف اللانسانيدات في الدوره كام؟ الدوره السادسه خلاص؟ كده الفئه اف ما فيهاش غير في دورتين بس اللي هم اخر دورتين هم كام؟ طب اسال سؤال كده مش كده يعني جاوب معايا. احنا عندنا في الجدول الدوري كام دوره؟ 7. طب ليه مفيش اكتر من 7 دورات؟ ليه مش 8؟ ليه مش 9؟ عشان خاطر الاسم بتشرحها ب7 لا عشان في 7 اكتر الاسم ليه؟ يعني الاسم توصل لغايه مستوى 7 بس عندنا دي صح بس كده ايوه هي دي ايوه انا عايز احكي اللي فات صح عشان ايه؟ عشان مستويات الطاقه الرئيسيه عندي كام مستوى طاقه رئيسي؟ 7 في اصل الزراعه ما قابلنيش ذره فيها 8 مستويات حلو كده؟ ها الشباب اللي ورا فاهمين؟ ما قابلنيش ذره في حياتي فيها 8 مستويات عشان كده انا بقسم الجدول الدوري لكام دوره؟ 7 دورات. تظهر ان فيها اف من اخر دورتين هما كام وكام؟ 6 و7 6 وايه؟ و7 يبقى خلي بالك الانسوليدات تديني في الدوره الايه؟ السادسه. طب كام اف كده ما دام الدوره السادسه؟ 4 اف صح كده؟ يبقى في الدوره السادسه يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي مين؟ 4 اف. طب ده بالنسبه لمين؟ لللانسانيدات اللي هي اللانسانايتس. طب والسلسله الثانيه اسمها مين؟ اللاكتينيدات صح؟
يلا مين شاطر يجاوب معايا الحاجتين ده؟ يلا سهله اللي بعدها على طول يبقى الدوره ايه؟ السبعه يتتابع فيها انا كانت 4 اف يبقى اللي بعدها 5 بس كده يبقى يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي مين؟ 5 صعب الكلام ده؟ خلاص يبقى دي فيها اف من الجدول فيها اف من الجدول الدوره اللي هي تبع العناصر اللي هي تمام؟ طيب بالنسبه بقى للفئه دي من الجدول الدوري ودي اللي تركيزها هيكون ايه؟ اللي هيكون عنها يلا خلاص يبقى 40 عنصر 4 في 10 بس خد بالك انه اخر مجموعه من هنا اخر مجموعه دي ما بعتبرهاش عناصر انتقاليه واقول لك ايه دلوقتي ايه مع تقدم يعني خلاص الفئه دي من الجدول الدوري مثلا تقع في منتصف الجدول الدوري اول حاجه تقع في الدوره هتبتدي من الدوره كام؟ رابعة. تقع في الدوره الرابعه هتبتدي من الدوره الرابعه بعد عنصر الكالسيوم بعد عنصر مين؟ الكالسيوم 20 فيبتدي على طول بعدها اللي هو السكنديوم 21 ده اول عنصر انتقالي خلاص ده بالنسبه لي اول عنصر انتقالي يبقى تقع في الدوره الايه؟ الرابعه بعد عنصر مين؟ الكالسيوم طيب ايه تاني يا مستر؟ اول حاجه فيها دي بيتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي مين؟ يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي دي عموما ان انا ما قلتش لسه 3 دي اصل 3 دي لو انت قلت لي 3 دي يبقى انت كده بتتكلم على السلسله الانتقاليه الايه؟ الاولى لكن هنا بتكلم على الفئه ايه؟ دي كلها خلاص فبتكلم على الفئه دي بتشيل من كام يا جماعه؟ واحد لحد كام؟ 10 يعني لو كتبت لك ان اس من 1 ل 2 عشان بتشيل اخرها 2 الكترون يبقى هنا كام دي؟ صح كده ان ناقص ايه؟ 1 والدي من 1 لكام؟ 1 10 طب مثلا دي عرفتها دايما الرقم اللي قبل الدي اقل من الرقم الاس بكام؟ 1 والرقم اللي قبل الاف اقل من الاس بكام؟ 2 خلاص؟ وانت كاتب ليه من هنا من 1 2 وهنا من 1 ل 10 اصل الاس اخرها هتشيل كام الكترون؟ 2 خلاص؟ فدي 1 2 طب ليه ما كتبتش صفر؟ اشمعنى ما كتبتش صفر؟ لو كتبت صفر ما يبقاش ذره يا جماعه يبقى ايه؟ ايون معناها ان فقط كام الكترون؟ 2 ده كده مش ذره لكن الجدول الدوري لما اتعمل على اساس ذرات ولا ايونات؟ على اساس ذرات مش ايونات فهمتني؟ خلاص اتعمل على اساس ذرات مش ايونات صعب الكلام ده؟ خلاص؟ طيب يبقى هنا بس ان اس ايه؟ 1 2 ان ناقص 1 دي 1 10 طيب لسه بسال سؤال اتفضل انت عندك العناصر الانتقاليه اللي هي عناصر فيها مين ومين؟ دي وايه؟ وايه؟ عناصر مين ومين؟ دي وايه؟ طيب لو قدامي عنصر قدامي ايه؟ في دي واف ازاي اعرف هو عنصر انتقالي رئيسي او انتقالي ايه؟ داخلي استنى معلش ممكن تستنى شويه تقول ايه؟ مستر ما ازاي يعني انت بتقول ازاي اعرف هو انتقال رئيسي ولا انتقال داخلي؟ ما هو لو في دي هيبقى رئيسي ولو في اف هيبقى ايه؟ داخلي. بص كده دي بص كده 6 اس 2 5 دي 1 4 اف 6 6 اس 2 5 دي 3 4 اف 14 واضح اي العنصرين انتقالي رئيسي واي العنصرين انتقالي داخلي مع التعليم. مين في دول انتقالي رئيسي ومين في دول انتقالي داخلي؟ ماشي الاول انتقالي رئيسي والثاني ماشي والثاني انتقالي داخلي. ليه؟ طب انت قلت كده ليه؟ ليه قلت الاول رئيسي والثاني داخلي؟ حد عايز يغير طب الاجابه ولا دي كده صح ولا عليها؟ صح. طب ليه قلنا كده ليه؟ عشان ايه هي مكتمله؟ طب ماشي ايه هيفرق معاك ايه مش مكتمل او مكتمل؟ هيفرق معاك ايه؟ دايما يا جماعه اتعود تشغل مخك دايما شغل مخك خد بالك الثانويه ثالثه ثانوي ما فيهاش حفظ فدايما اتعود تشغل دماغك اهبط معايا خلي بالك صدقني ممكن هبدك اللي انت بتعمله اللي انت فاكره ده ممكن ما يكونش هبده ولا حاجه يكون هو حل السؤال بس شغل دماغك معاك خلاص
ومعظم الاسئله اللي هتحلها معايا على فكره النهارده هشرح شرح الامتحان هيبقى في وادي تاني عشان يبقى على نور. الامتحان هيبقى في وادي تاني يعني 90% او 95% يكاد يكون من الامتحان ايه كل ده؟ الساعه كام معاك؟ 11 الساعه معاك؟ طيب نمشي تاني بس يلا تعال. في هنا ممكن تقعد هنا وممكن اقعد دي قدام. خلاص؟ طب ممكن نستخدم كده شويه عشان اعرف اتحرك. خلاص؟ ازاي اعرف ان هو عنصر انتقال رئيسي او عنصر انتقال داخلي؟ اعرف ازاي دول عنصر انتقال رئيسي او عنصر انتقال داخلي؟ انت قلت لي الاول ده انتقال ايه؟ رئيسي والثاني داخلي. طب ليه؟ ليه؟ طب هنا دي بواحد ولا دي بكام؟ طب ايه فرقت معاك يا بابا؟ مش عارف بس انا بحاول اوصل معاك لحد يعني. فين؟ فرق معاك فين؟ دي الف من السنه الماضيه دي السنه الماضيه صح؟ ايه؟ صح؟ بس انا سالك من شويه ان اللي وضع الامتحان الحاج يعمل ايه؟ عشان يعمل ايه؟ لا والله. ايه؟ بص خد بالك بص ركز معايا كده خدها قاعده يا جماعه. لو بص كده لو لقيت الديب بواحد لو لقيت الايه؟ الديب بواحد على طول قول لي ده عنصر انتقالي داخلي. اللي انا اصلا كنت بجادلكم في حاجه مش صح اصلا. انا كنت بجادلكم وبحاول اسهل الدنيا بس انتوا قلتوا اصلا مش صح هم العكس. بس انا بحاول اوصل معاكم للحل يعني. لو لقيت الديب واحد يبقى هو عنصر انتقالي ايه؟ داخلي. اذا العنصر ده انتقالي داخلي وده انتقالي ايه؟ رئيسي. خلي بالك لو لقيت الديب اكبر من ايه؟ من واحد يعني من كام لكام؟ من 2 ل 10 يبقى اعرف على طول ان هو ده عنصر انتقالي ايه؟ رئيسي. السؤال ده لازم تلاقوه في الكتب. يحب يجيبه على طول. خلاص؟ لازم يجيب لك سؤال كده، يجيب لك الاف ودي ويقول لك ده انتقال رئيسي ولا انتقال داخلي وواضح تبع اي سلسله. طب ليه ما اشمعنى يعني؟ اقول لك انا ليه دلوقتي. بص كده يا شباب، هنا الديب واحد صح؟ اعرف ازاي ان هو ده عنصر انتقالي؟ انت ماشي انت قلت لي الكلام ده وعلى عيني وعلى راسي، بس انا عايز افهم برضه، انا مش عايز افهم. تعال. اول حاجه انا حطيت كام الكترون هنا؟ ورحت اكمل مين؟ الاف. يبقى اذا هو عنصر مين؟ انتقالي داخلي. انا رايح اكمل مين اول؟ الاف وبعدين ارجع لمين؟ للدي. ما دام انا رحت الاف ولسه ما رجعتش للدي يبقى انا انتقالي مين؟ داخلي. انا لسه ما رجعتش للدي، انا لسه بشتغل في مين؟ في الاف. لكن لو رجعت تاني ما لقيت الدي يبقى انا رحت ناحيه العناصر الانتقاليه اللي هي الرئيسيه. ولا تاني؟ لو لقيت الدي بواحد وانا رحت على الاف يبقى انا بكمل مين؟ انا بكمل الدي ولا بكمل الاف؟ صح. والاف لسه قايل لك عنصر انتقالي ايه؟ داخلي. لكن انا لو انا خلصت الاف شايف انا الاف كامله 14 ورجعت مالك مين؟ يبقى انا بملى الدي ولا بملى الاف؟ بملى الدي. يبقى الدي انتقالي ايه؟ رئيسي ولا داخلي؟ اوكي؟ يبقى خدها قاعده، لو لقيت الدي بواحد يبقى عنصر انتقالي، لو لقيت الدي من 2 ل 10 يبقى عنصر انتقالي. صعب الكلام؟ طيب يسالك دايما على اي سلسله. طبعا اي سلسله انتقاليه اولى او ثانيه او ثالثه اعرفها ازاي؟ طب ما سهله ما انت لسه قايلها من شويه. تعالى كده نمسك واحده من دول. تعالى نمسك واحده من دول. تعال. يا مستر نعم. هنا لو عنصر انتقالي عرفنا الاول ده. يقول لي وضح تبع اي سلسله. ثواني معلش. الاف كان فيها كام سلسله؟ 4. ايه هما؟ يا الانسداد يا اكتي. طيب اعرفهم ازاي من بعض؟ هتعرفهم من رقم الايه؟ الدوره. تعرفهم من رقم الايه؟ الدوره. طب فين رقم الدوره؟ اللي هو 6 اس اللي هو الرقم اللي قبل مين؟ الاس. ده رقم الايه؟ الدوره. هو في الدوره كام؟ انا قايل لك الانسداد والاكتيداد اخر ايه؟ دورتين. الاولى الانسداد والثانيه ايه؟ طب يلا 6 دي اهي. يبقى الدوره الاولى والثانيه الانسداد والاكتيداد؟ الانسداد. يبقى ده تبع سلسله مين؟ الانسداد. طب ما ممكن اعرفها بحاجه ثانيه. انت مش قايل لنا الانسداد هم 4 اف و 5 اف؟ طب ما هو دي 4 اف يبقى مين؟ الانسداد. لكن لو لقيتها 5 اف يبقى اكتيداد. بس بعد ما تحدد اذا كان هو عنصر انتقال رئيسي او لان وارد انا احطها لك هنا 5 اف وما تبقاش اصلا تبع الانتقالات الداخليه، تبقى تبع الانتقالات الايه؟ الرئيسيه. فهمتني؟
يبقى ساعتها لما اسالك على السلسله مش هتقول لي انسيدات ولا اكتيدات، هتقول لي سلسله انتقاليه اولى او ثانيه او ثالثه او ايه؟ رابعه. واضح؟ ها اللي مش فاهم عيد تاني. حد مش فاهم لحد هنا؟ حد مش فاهم؟ شباب قبل ما اكمل عيد تاني؟ حلو تاني. ها بص كده اسمك ايه يا عمر؟ ها؟ محمد. بص يا محمد. اول حاجه اعملها يا محمد اوزع العنصر ده. الرقم بتاع الاس، رقم السلسله بتكون اقل منه بكام؟ 3. تاني مش انت لما قلت 4 اس، بص كده لما قلت 4 اس قلت السلسله الانتقاليه كام؟ الاولى اللي هي كام؟ 1 صح كده؟ طب لما قلت 5 اس يبقى كام؟ الثاني. طب ولما قلت 6 اس 3. طب لما قلت 7 اس 4. يعني اذا لو انا قلت الاس ده بان يبقى رقم السلسله تبقى بان ناقص كام؟ ان ناقص 3. 4 ناقص كام؟ 3 تدي لك كام؟ 1. وهنا 5 ناقص 3 تدي لك 2. وهنا 6 ناقص 3 تدي لك 3 وهكذا. استنى انا في شويه علاقات بيقولوا كده هقولهم لك تاني افكرك بيهم. في شويه ايه؟ علاقات. العلاقات بتاعت الاف فاكر؟ علاقات الاف كانت ايه؟ لو الان اس يبقى الرقم بتاع الاف ان ناقص كام؟ ان ناقص 2 صح كده؟ دي اول علاقه قبل. طب بتاعت الدي لو الان هنا اس يبقى ان ناقص كام؟ 1. يبقى الدي اقل من رقم الاس بكام؟ طب رقم السلسله رقم السلسله لو الان اس يبقى ان ناقص كام؟ 3. شفت كده؟ يبقى ان ناقص 1 ان ناقص 2 ان ناقص ان ناقص 1 اللي هي بتاعت مين؟ الدي. ان ناقص 2 بتاعت ان ناقص 3 بتاعت صعب الكلام ده؟ خلاص؟ فيها صعوبة؟ حلو؟ يبقى كده انا عرفت ازاي ان هو احدد اذا كان عنصر الانتقال الرئيسي او عنصر الانتقال ايه؟ عايز بس اشرح لك كده اساسية من ضمن الاساسيات قبل ما اخش على الجزء الثاني. ايه الاساسية اللي عايز اشرحها؟ عايز اشرح لك التوزيع الالكتروني. فاكر لما كنت بوزع توزيع الكتروني كنت بوزع على حسب ايه؟ ايه القاعدة اللي كنت بمشي فيها؟ صح مبدأ بناء ايه؟ التصرف اللي هو الاس اس دبل فدا صح كده؟ او ايه تاني؟ صح والثالثه اللي هي قاعده مين؟ طيب انا لما انا عايز اوزع ايه الاسهل بالنسبه لي؟ هل الاسهل ان انا ابتدي اس دبل ولا اقرب الاسهل من؟ لا بالنسبه لي اقرب الاسهل من اسهل. ليه بالظبط؟ اصل خد بالك لو انا مثلا بوزع عنصر زي الاكتينيوم 89 هل افضل اكتب له اس 2 واس 2 واس 6 بص كده انت غالبا لو مثلا الامتحان 3 ساعات فانت خدت 3 ساعات في السؤال هل ده ينفع؟ لا طبعا. طب اعمل ايه؟ ما انا خلي بالك يا مستر انا بتلخبط بسرعه. لو انا مثلا الاكتينيوم 89 وانا عايز اقرب غاز خامل ليه؟ مين اقرب غاز خامل؟ ها؟ يا راجل الرادون 86 الكريتون كان 86 ايه؟ ماشي انا بتكلم على الاكتينيوم 89 يبقى اقرب واحد مين؟ الرادون مش الزيرو. الرادون 86. طب يا مستر الصراحه بص انا لما كتبت الرادون هعرف كده متنح ليه؟ اصل ما مش عارف اللي بعده ايه؟ مش الرادون 86 صح؟ انا ما اعرفش كام اس هنا. انا لازم اعملها من البدايه بقى 1 اس 2 اس عشان حد يعرف بعد الرادون كام اس؟ صح 7 اس وبعده كل واحد بيقول حاجه صح؟ كده كل واحد بيقول حاجه. طب تاخد مني بقى المعلومه بتاعتي؟ تسمع مني؟ تعالى كده نسمع مع بعض عشان مش اسمع كده مني يلا. عندي كام غاز خامل؟ قول لي كده الغازات الخامله اللي عندي هي عدد الذري كام؟ صح. اللي بعده النيون كام؟ 10. الارجون 18. كريبتون كام؟ 36. اللي بعده سينون كام؟ 54. والرادون كام؟ 86. صعب الكلام ده؟ بص كده انا بمشي بطريقه ايه؟ اول حاجه ده الغاز الغازات الخامله كام غاز خامل دول؟ الهيليوم ده الغاز الخامل رقم كام؟ 1. عارف اللي بعده كام؟ 2 اس. بص كده 2 اس و2 ايه؟ و2 بي. استنى الاول يبقى اللي بعده 2 اس و2 بي؟ ايه؟ صح عشان هو في نهايه الدوره الاولى اصلا فانت لما هتبتدي اللي بعده تبتدي بدايه الدوره الايه؟ الثانيه. تبتدي بدايه الدوره الايه؟ الثانيه صح. طيب هنا النيون الغاز الخام رقم كام؟ يبقى كام اس وكام بي؟ 3 اس و3 صح اهو. يبقى هنا 3 اس و3
بي. هتعمل مشكله؟ طب يلا ساعدني في الارجون 18. الغاز رقم كام؟ الثالث. يبقى كام اس وكام بي؟ 4 اس وكام بي؟ 4 بي. بس استنى بس. تظهر معايا دوره جديده. ايه هي؟ ها؟ 3 ها 3 مين؟ 3 ها؟ دي 3 ايه؟ 3 دي ظهرت معايا دوره ايه؟ او مستوى فرع ايه؟ جديد. وده ظهر من الدوره الكام؟ خدت بالك؟ فعلا عناصر اللي خلاك تشتري من الدوره ليه؟ صح. طيب تعالى كده نكمل. ها اللي بعده الكريبتون ده الغاز الخام رقم كام؟ 4. يبقى كام اس وكام بي؟ 5 اس. وكام بي؟ وهنا الدي بكام؟ يلا 4 دي. اخدت بالك من حاجه؟ دايما الدي اقل من اس بايه؟ 1. طب يلا اللي بعدها. هنا يفضل لي اخر 2 الزينو والراب والثانوي. هتعمل نفسها هي بس هيظهر معاك مستوى فرع جديد. ليه؟ عشان دول اخر ايه؟ دورتين. قلت لك اخر دورتين دايما بيبتدي فيهم ظهور الفئه دي. الفئه ايه من جدول الدوري؟ اللي هي 4 اف او 5 اف. طيب يلا تعالى كده ساعدني الدور بعدين. الزينو الغاز الخام رقم كام؟ 2 3 4 5. يبقى اللي بعد 5 في دماغي وبعد كده 1 6. يبقى هنا كام اس؟ 6 اس. وكام بي؟ 6 بي. خلاص؟ طب كام دي؟ 5 دي. 5 دي. لأن دي بتزيد بكام؟ 1. وظهرت معايا واحدة جديدة. إيه هي؟ الاف. 4 اف. إيه ده؟ ظهرت اف جديدة؟ واخدت بالي من حاجة مش طبيعي خدت بالك منه؟ إن لما هنا الاس كانت ب 6 الاف كانت بكام؟ يبقى ان ناقص 2. صح. ان ناقص 2. ماشي. طب الرقم الغاز رقم كام؟ 7. 7. يبقى كام اس؟ 7 اس. 7 اس. وكام بي؟ 7 بي. خلاص؟ وكام دي اقل من 1؟ 6 دي. وكام اف؟ 5 دي. 5 ايه؟ الجدول. صعب الكلام؟ إذا لما يجيب لي أي عنصر في حياتي أعرف أجيب اللي بعده وأعرف أجيب اللي بعد الغاز الخام ولا ما أعرفش؟ أنا مش محتاج أحفظ أهو. لو الغاز الخام الأول لو أنا وزعت على حسب هي يبقى ده الأول، يبقى أكيد اللي بعده 2 اس و 2 بي. لو الثاني اللي نايمة يبقى إيه؟ يبقى 3 اس و 3 بي. لو الثالث يبقى 4 اس و 4 بي. وبعد كده تظهر معايا 3 ايه؟ دي في النص. وانت بتظهر معايا الفايف في اخر ايه؟ في اخر 2 مع الزينو ومع الرادون. الزينو ليه؟ صح الكلام ده؟ في اي مشكله؟ خلاص؟ دي اللي هي ايه؟ لو قال لي توزيع العناصر في الجدول الايه؟ في الجدول الدوري. طيب حاجه ثانيه عايز اديها ايه هي؟ بصراحه يعني انا ما بعرفش احدد بالظبط الموقع بتاعه. يجي يسالني سؤال ازاي تحدد موقع العنصر في الجدول الدوري؟ يعني ايه موقع العنصر؟ يعني تقول لي الدوره الكام؟ المجموعه الكام؟ العمود الكام؟ وممكن اسالك هو طبعا الفئه ايه؟ بس سهل الفئه كده هتجيبها، بس اللي انت صعب تغلط فيه او صعب ان انت تجيبه رقم المجموعه او رقم العمود. هو بالظبط في اي مجموعه او في اي عمود. طب اعملها ازاي؟ تعالوا اقول كيفيه تحديد موقع عنصر في الجدول الايه؟ الدوري. ازاي احدد موقع عنصر في الجدول الايه؟ في جدول الدوري. رقم 1 اكتب كده معايا كتابة العدد الذري. اكتب العدد الايه؟ الذري. خلاص؟ بين قوسين يعني اعمل التوزيع الايه بتاعه؟ التوزيع الالكتروني. اول حاجه اعملها اكتب التوزيع الايه؟ الالكتروني. اول حاجه اعملها اكتب التوزيع الالكتروني. يلا ثاني حاجه اعملها ايه يا مستر؟ تحديد رقم الدوره. تحديد رقم مين؟ الدوره. احددها ازاي رقم الدوره؟ من الرقم اللي قبل الايه؟ الاس. الرقم اللي قبل الاس. طيب ازاي احدد رقم العمود؟ ازاي احدد رقم العمود بالظبط؟ اسمع انا مش عايز حكاوي.
رقم العمود اجمع الكترونات اخر مستوى فرعي زائد ضيف لي المستوى الفرعي مين؟ اس. اخر مستوى فرعي وضيف لي مين؟ اس. طيب ده لو انا عايز احط رقم العمود. رقم 4 رقم مين؟ المجموعه رقم مين؟ هي نفس اجمع الكترونات اخر مستوى فرعي واضيف له اس، بس خلي بالك وضيف يا هتضيف الرمز ايه يا هتضيف الرمز مين؟ استنى بس معلش. الرمز ايه انا ما ظهرش معايا غير في العناصر الايه؟ الممثله اللي هم مين ومين؟ الاس والبي. يعني لو انا هضيف الرمز ايه يبقى ده هيظهر معايا في الاس او البي. لكن لو ضفت الرمز بي يبقى دي اكيد عناصر ايه؟ عناصر انتقاليه، وكمان انتقاليه ايه؟ طيب حلو. بص كده انت كاتب نظري كتير فانا بصراحه مش فاهم يعني طيب تعالى كده ناخد مثال. تعالى كده ناخد مثال ازاي ان انا احدد رقم الدوره ورقم العمود، عشان انا هدي لك مثال من عندي لازم تحل. حلو كده؟ هدي لك مثال 2 3 و10 نحل مع بعض وافهم زي ما انت عايز. خلاص؟ الشباب اللي ورا برضه تكتب ورايا عشان هسأل. يلا بص كده الكوبل، او خلينا نقول مثلا دي مثلا الفنادق. الفنادق دي كام؟ هتلاقي الفنادق كام؟ صح 23. يلا عايز اوزعها. اقرب غاز كام للفنادق كام؟ ارجو 18. يلا الارجو 18 انا بص كده في دماغي بعمل ايه؟ بص كده في دماغي مثلا الارجو ده ما بيحفظش بصراحه فمش عارف ايه اللي اس والبي. الارجو ده الغاز كان رقم كام؟ 3 يبقى كام اس؟ 4 اس. وكام بي؟ 4 بي. وكام دي؟ 3 دي. يلا ابتدي كده امتى يا مستر بعد اذنك؟ تعالى نمشي. 23 يبقى ارجو 18 يبقى اس بكام؟ ب 2. يبقى فاضل كام ل 23؟ 3 دي كام؟ 3. طب هذا كان محتاج البي؟ لا اذا انا خلاص مش محتاج البي يبقى انا همسح الايه؟ البي. يبقى هو توزيعه 4 اس 2 3 دي كام؟ 3. 4 اس 2 3 دي كام؟ 3. يلا تعالى نحدد رقم الدوره ورقم العمود ورقم الايه؟ المجموع. يلا نفتح رقم الدوره. بتعرفها ازاي؟ الرقم اللي قبل ايه؟ طب الرقم اللي قبل اس كام؟ يبقى هو دوره كام؟ صح دوره رقم فعلا اهو دوره رقم. طب انا عايز احدد معلش رقم العمود. قلت لك هتجمع اخر مستوى فرعي مع الاس. خلاص يبقى العمود الكام؟ 2 3 كام؟ 5. يبقى اذا فعلا هو العمود الخامس. طب رقم المجموعه هتجمع برضه الرقمين بس يا هتضيف الرمز ايه يا هتضيف الرمز بي. هتضيف الرمز ايه لو هو ممثل والرمز بي لو هو ايه؟ انتقال. طيب يلا يا جماعه الاثنين 5 احط ايه ولا بي؟ بي. ليه؟ طب عرفت ازاي؟ ما اصل دي ده انتقالي ولا ده ممثل؟ انتقالي يا ريس صح كده. يبقى هتقول له هنا ايه تبع المجموعه مين؟ 5 A 5 B معلش. طيب صعب كده الكلام ده؟ صعب؟ ناخد مثال ثاني؟ ناخد واحد ثاني؟ ناخد واحد ثاني. يلا نفس اللي احنا ماشيين بيه. مستر نعم. يلا حدد معايا مثلا وليكن اي جي 47. انشر 47 عايز اوزعها. يلا اقرب غاز خام ليها مين؟ كريبتون. الكريبتون كام؟ 36. الغاز الخام رقم كام ده؟ هيليوم نيون ارجون كريبتون. يبقى غاز خام رقم يبقى كام اس؟ على طول 5 اس. وكام بي؟ 5 بي. وكام دي في النص؟ 4 دي. خلاص كده كده مش هحتاج البي دلوقتي هتعرف مش هحتاج البي بس تعالى نكمل. يلا 47 الكريبتون كام؟ يبقى لسه تشيل كام؟ يبقى 32 كام؟ 38. 38 ناقصها كام على 47؟ 9. 9 صح كده؟ احسب 38 39 39 40 صح؟ 9 يا جماعه. يبقى 3 دي 9 بس خلي بالك التوزيع الالكتروني ده غلط. ليه غلط؟ استنى احنا عملتنا في ثانيه ثانوي كان في شذوذ في التوزيع الايه؟ الالكتروني. كان في عندي عنصرين بيشذوا حد فاكرهم؟ النحاس وعليتها كلها والكروم صح كده؟ النحاس وعليتها مش بس النحاس لان هي نحاس فضه ذهب كل العينات بتاعتها صح كده؟
فلزات العمله اللي هم فلزات العمله كلهم، نحاس وقزاق كلهم بيشد، والكروم وايه؟ وعيلتها برضه كلها، صح كده؟ الكروم وايه؟ وعيلتها. ماشي؟ يعني انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان هنا ما ينفعش التوزيع ده كده بقى. اعمل ايه طيب؟ يلا اشيل بدل هنا اخليه اكثر استقرارا، يبقى اخليه 5 اس كام؟ 1 و3 دي 10. يلا ازاي حد رقم الدوره رقم العمود رقم المجموعه رقم العمود؟ يلا عارف يجاوب معايا، ارفع ايده وجاوب معايا. يلا ساعديني كده بعد اذنك، رقم الدوره الدوره كام؟ 5. الدوره الخامسه، عرفتيها ازاي دي؟ رقم اللي قبل الاس صح؟ طب مين حدد معايا رقم العمود؟ انت. حددي معايا رقم العمود، بحدد رقم العمود ازاي؟ طيب الالكترونات منه مين؟ كنت معايا اصلا؟ مركزه معايا؟ تعرفي انت؟ تعرفي؟ كام؟ رقم العمود، عايز حد رقم العمود في الصف ده. بجمع الالكترونات مين ومين؟ الاس والدي، الاس والايه؟ كام على بعض؟ 11. 1 11 ولا كام؟ يبقى العمود الكام؟ العمود العمود رقم كام؟ 11. خلاص؟ يبقى العمود اللي هو رقم كام؟ 11. يبقى رقم العمود الكام؟ 11. صح الكلام ده؟ طيب رقم المجموعة، استنى رقم المجموعة على بعض كام؟ 11. ايه؟ طب انا قلت لك النظام اللي ماشي بيه هو كان نظام ايه؟ ثماني. في حاجة بعد 8؟ لا، يبقى تبتدي اول جديد. طب هنا 11 يبقى تعمل ايه عشان تتلاشى الموضوع ده؟ تشيل الايه؟ ال10 واكتب 1. يبقى تكتب كام هنا؟ 1 بي. تكتب كام؟ 1 بي. صح الكلام ده؟ خلاص؟ تمام؟ في أي صعوبة؟ طب يلا خد العنصر ده، اكتب كده العنصر ده. إيه؟ لا العمود عادي، اكتب العمود 10 ولا مش تفرق معايا، المجموعات هي بتفرق معايا. يلا اكتب كده معايا العنصر ده. اكتب معايا. اف اي 26. اف اي 26. يلا بس كده خلاص في 26. يلا احسب لي رقم الدورة اف اي 26. حد يعرف مين الاف اي ده؟ حديد 26. يلا هات لي منه رقم الدورة، وهات لي منه رقم العمود، وهات لي منه رقم المجموعة. هتوزع، أول حاجة هتوزعها. خلاص؟ تاني حاجة هتعمل إيه؟ هتشوف الرقم اللي قبل الاس هو رقم الدورة، هتجمع الكترونات الاس والدي هو رقم المجموعة، وهتضيف لها الرمز اهو، خلي بالك. اهو يا جماعه. اول حاجه بعملها كتابه العدد الايه؟ الذري اللي هو توزيع الالكترون. احدد رقم الدوره من الرقم اللي قبل الاس. احدد رقم العمود، بجمع الكترونات اخر مستوى فرعي واضيفه لمين؟ للاس. طيب ورقم المجموعه نفس الكلام، بس اضيف الرمز ايه او الرمز بي. اضيف الرمز ايه او الرمز. يلا وزع كده وحل معايا. عاوزين؟ السلام عليكم. ممتازة. ممتاز. صح. في بس الأرقام. ممتاز. ايه؟ يعني يوم كام؟ بس انت هتوزعها 15 بس كلها هي نيون ارجو كريبتون هي 2 نيون 10 ارجو 18 كريبتون 36. الدورة طب انت كاتب 8 دي ايه؟ العمود ولا المجموعة؟ لا المجموعة. المجموعة تمام، والعمود مكتوب؟ تمام عملتها؟ 4 اس 20. بص كده عشان الناس اللي حلتها غلط. مين اللي يساعدني فيها؟ يلا الحديد عدد ذلك كام؟ 26. طبعا اللي ما بيعرفش يكتب رموز كيميائيه يبقى يعني ظلموه. انا بكتب الحرف الاول كابيتال والحرف الثاني ايه؟
خلاص؟ ما يجيش واحد يكتب لي كده كده كده. يعني في ثالثه ثانوي ولا واحد يكتب لي كده كده. مش مره اثنين يعني واحد كابتن واحد ايه؟ واحد سمول يا جماعه يعني عشان بشوف حاجات غريبه ساعات. خلاص؟ طيب. اف في على ذلك كام؟ 16 يلا عايز اوزع مستر كام؟ ارجو 18 ارجو 18 ها 4 اس 2 4 اس 2 3 دي 8 3 دي 6 6 يبقى كده 6. يلا الدورة كام والعمود الكام والمجموعة كام؟ الدورة هو الرقم اللي قبل الاس. الدورة كام؟ الرابعة. العمود اجمع الالكترونات الاخير واضيف لها للاس. الالكترونات هنا 6 واضيف لها للاس يبقى كام؟ 8. يبقى العمود رقم 8. المجموعة استنى المجموعة 2 و6 كام؟ واحد راح كاتب لي كده 8 بي غلط. ليه؟ اصل انا لسه قايل لك ان المجموعه الثامنه فيها كام عمود؟ 3 8 و9 و10 وكلها ما بتاخدش الرمز مين؟ بي. بتتكتب بس كام؟ 8. بتتكتب الرمز كام؟ 8. يبقى لما اكتب المجموعه لو جيت عند الثامنه اكتب كام؟ 8. يبقى خد بالك بقى لاحظ بقى لاحظ. اكتب ملحوظات دي معاك. اول ملحوظه عندك اهو وانت بتكتب رقم المجموعة وانت بتكتب رقم ايه؟ المجموعة إذا جمعت الاس والدي ولقيتها 8 أو 9 أو 10 اكتب المجموعة الثامنة. لو جمعت رقم الاس والدي ولقيتها 8 أو 9 أو 10 تكتب لي المجموعة الايه؟ الثامنة بدون الرمز مين؟ بدون الرمز بي. طيب رقم 2 إذا جمعت الاس والدي ولقيتها 11 أو كام؟ أو 12 يبقى شيل الإيه؟ شيل ال10 وخليها 1 بي أو 2 إيه؟ أو 2 بي. 1 بي أو إيه؟ 2 بي. يبقى انا بشيل 10. يبقى تاني اقول تاني الشذوذ اللي قابلتني لو انا يا جماعه لقيتها 8 9 10 يبقى هشيل الرمز بي واكتب المجموعه بس كام؟ الثامنه. طيب اكتر لقيتها 11 او 12 يبقى اعمل ايه؟ ها؟ يبقى هشيل ال 10 احط كده 1 بي او ايه؟ او 2 بي. 1 بي او ايه؟ طب يلا اكتب معايا ده. سي ار 24 عدد الذري موجب 3. سي ار عدد الذري 24 موجب 3 يعني فقط كام الكترون؟ 3. طبعا بفرق من فين الاول بالاس ولا بالدي؟ اكتب الاس واحد من ايه؟ من الدي. ما تنساش ان الكترون بيشيل 6 و0. بيشيل 6 و0. يبقى لما انت هتوزع هتلاقيه 4 ما تكتبليش اس 2 3 دي 4 لا يبقى بقى كام؟ 1 3 دي 5 وبعد كده تبتدي تفصل. يلا حدد لي رقم الدورة وحدد لي رقم العمود وحدد لي رقم المجموعة. رقم الدورة رقم العمود رقم المجموعة. ما فين العربيات؟ فين يا صاحبي؟ تيجي معاك بس عربيتك؟ ولا ايه؟ ها؟ بيفقد الاول من اس وبعدين يفقد من دي. هيفقد 2 من اس وواحد من دي عشان هو 3. بص كده وزع معايا الكروم. وزع معايا الكروم 24 قرب الرسمه من اليمين. ارجو 18. ها 4 4 اس 1 1 3 دي 5. خلاص؟ ما تنفعش ليه احط 2 هنا؟ ده بيعمل حاله من عدم الاستقرار، انا عايز اخليه مستقر، فده بيشذ في توزيع الالكترون. خلاص بدل ما كنت حاطط هنا 3 دي 4 هنا 3 دي 5 وهنا ايه الاس كام؟ 1. يعني اخدت واحد من اس وديته لمين؟ للدي. طب يلا عايز افقد منه موجب 3. طب استنى بقى. لو انت فقدت منه موجب 3 يبقى يفقد واحد من اس
ويفقد كام من الدي؟ 2. يبقى 4 اس كام؟ 0. والثلاثه دي كام؟ 3. طب يلا بص كده انا همشي وراك لحد الان. هنا هيبقى 4 اس 0 صح كده؟ والثلاثه دي كام؟ ها؟ 3. يبقى كده 1 من الاس و2 من الايه؟ من الدي صح كده؟ ماشي. طب حدد بعد اذنك رقم الدوره، رقم العمود، ورقم المجموعه. الدوره كام؟ الدوره الرابعه. ماشي. العمود الكام؟ هتجمع الاثنين مع بعض يبقى العمود الكام؟ الثالث. والمجموعه كام؟ ها؟ تجمع اثنين وتحط لها الرمز ايه ولا بي؟ بي. طيب انت عارف ال 3 بي ده مين؟ عنصر مين؟ تعرف ال 3 بي في الجدول الدوري ده عنصر مين؟ اول عنصر في العناصر الانتقاليه اللي هو مين؟ صح. طب انا هنا بتكلم على مين؟ الكروب ايه ده؟ طب انا ليه جبتها غلط؟ خلي بالك. دلوقتي العلماء لما حطوا الجدول الدوري حطوه على اساس ذرات ولا ايونات؟ انا هنا هقول لك ايه؟ ما ينفعنيش، ما ينفعش اشتغل بايون. اي عنصر عايز اجيبه لك من الجدول الدوري لازم اكتبه على اساس ذره ولا ايون؟ ذره. يبقى ما تجيش انا تفقد الالكترونات. انت طب ما انت كاتب لي هو 3 انا غلطان. انا غلطان. ودي اسئله ثالثه ثانوي السهل الممتنع يا جماعه. سؤال حاجه بسيطه غيرت منك درجه السؤال خالص. خلاص؟ تاخد بالك انا بحدد الجدول الدوري على اساس ذره وليس ايون. يبقى انا هنا ما ينفعنيش كل الكلام الهبل اللي انت كاتبه ده، ما ينفعش غلط. انا بكتب على الاول. يبقى بص كده تعالى الاول كده تعالى نشوف مع بعض. الدوره كام؟ الرابعه. العمود الكام؟ كده ظبطت اهي. العمود الكام؟ السادس. المجموعه كام؟ 6 بي. مجموعه كام؟ 6 بي. صعب الكلام ده؟ في اي مشكله؟ خلاص؟ يبقى ده انت لو انت عايز تحدد رقم الدوره او رقم العمود ورقم المجموعه. ايه؟ انا لسه قايل من شويه قعد يذكر بتاعت الالكترونات، بس انت لما قعدت تحدد لي موقع عنصر في الجدول الدوري بتحدديه على اساس ذره ولا ايون؟ ذره. يبقى مش هتخليه يكتب بقى خالص، مش هينفع يكتب. خلاص؟ يبقى انا على طول بحدده على اساس الذره مش الايون، الذره مش الايه؟ مش. طب اسال سؤال، يبقى كده مش هز معايا يا جماعه، ايه العناصر اللي شدت معايا؟ فكرني كده بيها تاني. العناصر اللي شدت معايا هي مين؟ الكروم وايه؟ ومجموعه صح؟ الكروم وايه؟ اللي هي العناصر اللي بعده اللي هي الموليبيدينم. حد فاكر الموليبيدينم كان عدد ذلك كام؟ خدتها في ثالث ثانوي 42. فبرضه لما كنت بوزعه هتلاقي برضه الاس فيها كام؟ 1 والدي فيها كام؟ 5. ومين تاني؟ والنحاس ومجموعتها. النحاس فضه ايه؟ ده النحاس ومجموعتها كانوا بيشدوا صح كده؟ بص كده الكروم اهو وادي مجموعته فيها عنصر مين؟ موليبيدينم وتحته عنصر اسمه عنصر التنجستين دبليو. خلاص؟ التنجستين ده عدد الذري 74. عدد الذري كام؟ مستر مش اي حاجه تحت الكروم بتشيز؟ صح بس خد بالك الكروم يشيز، الموليبيدينم يشيز، التنجستين يا ساتر. هو كده التنجستين ما بيشيزش ليه؟ اصل هو التنجستين العنصر الوحيد اللي لما يلاقي الدي في 4 بتصبح عنده حاله من الاستقرار بدون ما يفقد الالكترونات. ليه يا مستر؟ اصل نصف قطره كبير خلاص فما عندوش مشكله. تخيل مثلا انا اوضه اهي، انا اوضه مثلا دي مثلا بتشيل 5 تمام كده؟ لو انا جيت يعني فرستها لحد 200 هيحصل ايه للناس اللي قاعدين؟ هتحسوا بايه؟ موت زحمه الدنيا لازم تخلص بعضها. هل مستقرين ولا مش مستقرين؟ مش مستقرين؟ طيب تخيل هتكون نفس ال 200 بس قعدنا في قاعه بتشيل 1000 تحس ليه؟ عادي فرق معاكم؟ مش فاهم؟ هو نفس الكلام بالنسبه للتركيز كده. خلاص كده عدد الذري كده كنت الذري بتاعته كبيره. فحط فيه اي عدد من الالكترونات كده هو ماله؟ مستقر مش فارق معاه. خلاص؟ امتى كنت بقول مش مستقر؟ العناصر اللي هي من فوق اللي هي اصلا من كل ما الذري بتاعتها يعملها غير نص القطر بتاعته غير. فكان بيحصل مني حاله من عدم الاستقرار. خلاص؟ لكن التنجستين ما بيشدش يا جماعه. طب تعالى كده وزع لي التنجستين بعد اذنك يا مستر. مش موجود على فكره التنجستين ده مش عليه. انا في حاجات كتير شرحتها على فكره يعني ممكن ايه يعني زياده، بس انت طبيعي في ثالثه ثانوي انا مش هشرح كل حاجه، مش هشرح لك حاجه اقول لك دي لا او دي تيجي وانت لا، انا مش هشرح كل حاجه، جت ما جاتش ما جاتش. خلاص؟ ففي حاجات كتير مش اللي هي في الشرح عادي. خلاص؟ انت بتعرف كل حاجه. طيب التنجستين دبليو 74 وزن معاك. اي حديث تنجستين للبيت. التنجستين 74 عدد الذري 74 اقرب غاز كام اليمين؟ الزينو كام؟ 54. حكوا فين؟ حكوا فين؟ الزينو كام؟ 54. طب الزينو ده لازم تعمل رقم كام؟
غاز الخامة رقم كام زينو؟ الخامس. غاز الخامة رقم كام؟ 5. يبقى كام اس؟ 6 اس. وكام بي؟ 6 بي. بس خلي بالك الدورة الثابتة فبيظهر فيها مين؟ هيظهر فيها الاف. طب كام دي؟ كام اف؟ يلا فاكرني؟ 5 دي كام اف؟ 4. يلا عايز بقى ايه؟ املى الالكترونات. عايز املى ايه؟ الالكترونات. الاس تشبع بكام؟ 2. الاس بكام؟ 2. طب والاف بكام؟ 14 صح؟ يبقى هنا خلي بالك. بص كده ده زيرو 54 و2 26. 26 و14 كام؟ الرياضة. ركز. 46 كام؟ 54 و2 56. 56 و14 40 ازاي؟ انا 24. طيب ماشي 54 و 26 26 و14 70 صح. 70 يبقى فاضل كام على 74؟ 4 اهو. اخدت بالك فاضل كام؟ 4. وكده كده البي مش ايه؟ مش ب2. طب هنا الاس فيها 2 والدي 4. اخد واحد من الاس واوديه للدي ولا لا؟ لا. ليه؟ ده ما بيشيلش خلاص؟ ما بيشيلش. صعب الكلام ده؟ في مشكلة؟ خلاص؟ يبقى خلي بالك كل العيادات بتشد الكروم وعيلتها بس ما عدا مين؟ التنجيز. لكن النحاس هو وعيلته بيعملوا ايه؟ بيشدوا. صعب الكلام ده؟ طيب تعالى كده نتكلم على السلاسل بتاعت اللي هي العناصر وندخل بقى في استخدامات العناصر. خلاص؟ السلاسل والعناصر واستخداماتها. انتوا عاملين ايه دلوقتي؟ انت بتسمع صح ولا لا؟ ها؟ لسه بتدوا تعرفين يعني؟ حد اخذ درس في اي ماده ثانيه؟ اساسيات يعني؟ ماشي. بس ما عملتوش منهج ده. في بعض المناهج ممكن بس لا ده مش هيحصل كده ليه؟ ده مش هيحصل. ثانية ممكن يحصل كده. خلاص؟ شدوا حيلكم يا جماعه يعني لازم تشد حيلك. السنه دي انت بتدخلها ومعلش انت بتبقى عارف ان انت يعني هيطلع عينك فيه معلش بس انت قررت طوعيه واختيارا منك ان انت تعمل ايه؟ تدخل او غصب عنك كده كده ممكن يكون غصب عنك حد من اهلك لا لازم تدخل ثانوي بس خلاص انت في المعمعه ولا دخلت في الدرجه فيعني خلاص انت اتحطيت في امر الواقع خلاص فلازم تعمل عليك لحد الاخر فلازم تعمل عليك لحد الاخر خلاص يعني صدقني منظرك قدام نفسك وقدام عيلتك وانت جايب درجه مش كويسه مش هيبسطك خالص مش هيبسطك خالص هتفضل يعني تتأكد في نفسك اليوم كله مش اليوم كله ده هتفضل يعني طول عمرك كمان بتأني في نفسك لو انا ما عملتش عليا انا لما كنت في ثانوي يا جماعه اسمع معايا لما كنت في ثانوي كان عندي حاجه واحده حاططها قدام عيني انا هعمل اللي عليا لحد الاخر سواء دخلت كليه او ما دخلتش انا جايب 96% في ثانويه عامه وكليه علوم دخلت كليه علوم قسم كده كان هدفي في البدايه صيدله بس يعني السبب او الاخر فرق معايا 1% ان ادخل صيدله يعني شوف الحظ 1% فدخلت علوم خلاص وصلتي كانت على قدها يعني وبتاع فما كانش فيه امكانيات تطلع بس خلي بالك صدقني قعدت قدام نفسي كده وفكرت كده يعني سؤال واحد بس جه في دماغي هل انا عملت كل اللي عليا ولا لا؟ ولقيت نفسي برد بكل ثقه انا عملت عليها وبزياده بكل ثقه انا واحد من الناس كنت بذاكر في اليوم يعني مش اقل من 14 ساعه مثلا لا مش اقل من كده يعني بحل من 3 4 5 كتب كميه كبيره وكان في اوقات يعني ركبت فيها محاليل وتعب ورغم ده كله كنت بقوم وذاكر واسهر بالليل واتعب ومش عارف ايه يعني لحد لما يعني صحتي فعلا يعني تعبت خالص يعني فتره من الفترات انا كنت واصل تقريبا في بدايه الخمسينات وزني او في اول الاربعينات يعني ده مش طالب ثانويه عامه خالص وزني فعلا يعني الدنيا باظت معايا خالص وجه وقت من الاوقات فعلا تعبت نفسيا وجسديا بس انا كان هدفي واحد ان انا اعمل عليها السنه دي عشان وفعلا دخلت الكليه وربنا بعد كده فتح باب جديد وبص شغله كل حاجه كل الحسابات اللي انا كنت حاططها ومرتبها لدماغي دكتور صيدلي وافتح صيدليه واعمل كل الدنيا اتبدلت
والاشتراك ده اصلا مش تبع الكليه خالص، يعني اشتغلت مجال التدريس، يعني ربنا ابتلاني كده بمصيبه. اشتغلت في مجال التدريس. خلاص؟ ودي البدايات كلها، بس تقول يا جماعه الخطه اللي انت راسمها لحياتك ما تجيش 1% من الخطه اللي ربنا راسمها. بتبقى بس عقل. انت لما بتعمل عليك بامانه حط تحت كلمه امانه 20 خط، مش سماعه، ها؟ مش تبديل درجات في الكنترول، خلاص؟ مش شغل موبايلات. ربنا بيكرمك. انت اشتغل بالموبايلات وربنا هيكرمك برضه، مش هيكرمك، يعني لو انت يعني مش بقول ان طبعا ربنا بيساعد الغشاشين، لا، بس طبعا يعني ربنا ما بيسيبش اي حد، ربنا مش خالق بني ادم عشان يسيبه في الحياه بقى، لا، بس خلي بالك الامانه والبركه بتاعته مش هو زي البركه بتاعته. الفلوس اللي بتدخل له هو لو دخل 20000 خلي بركه. صدقني انت لو دخلك 500 جنيه وهو بيدخل 20000 500 جنيه هتدفع كام في الشهر؟ خلاص؟ وده عن ثقه. انا العيال اللي كانوا معايا في نفس اللجنه وداخلين بتليفونات في اللجنه دخلوا كليات صيدله وكليات بشري والناس لا تفقه شيء حرفيا، والدنيا زي العسل. بس الناس دي لحد دلوقتي بتعمل ايه؟ بتدرس. سقط مره واثنين وثلاثه بس لحد دلوقتي بيدرس. واحد منهم دخل صيدله وشغال تحت دكتور. باخد له 1000 جنيه في الشهر مثلا ولا 1000 ونص. وانا اشتغلت الحمد لله الدنيا زي الفل وبتاع. بصوا يا جماعه ملهاش حساب. ربنا بيكافئك. هيعمل عليك اتعب وربنا صدقني هيكافئك في الاخر. ما تقولش اصل دي هيحصل فيها وهيسوي وناس اتظلمت وناس يا سيدي انت ليه حاسب نفسك تبع الناس؟ ما تعمل عليك. اعمل عليك يا اخي، ما يمكن انت ورقتك ما تبقاش تبع الناس اللي اتظلمت. انت ربنا يبارك في ورقتك. اعمل عليك ايه؟ طيب. تعالى كده نكمل عناصر الفئه دي، الفئه دي بتتكون عندي من كام سلسله؟ 4 سلاسل، بتتكون من كام سلسله؟ 4 سلاسل، سلسله انتقاليه اولى، ثانيه، ثالثه، رابعه، سلسله انتقاليه ايه؟ اولى، ثانيه، ثالثه، ورابعه. اول حاجه السلسله الانتقاليه ايه؟ ها؟ السلسله الانتقاليه ايه؟ الاولى. يلا مين يساعدني في السلسله الانتقاليه الاولى؟ قول لي كل الحاجات عليها. طب انت بتبتدي عندك من الدوره مين؟ الرابعه. تبدا من الدوره الرابعه. ها؟ يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي مين؟ 3D. صح؟ المستوى الفرعي 3D عرفتها ازاي؟ عشان اقل من رقم الدوره بكام؟ 1. تتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي مين؟ 3D. بتظهر بعد عنصر مين؟ بعد عنصر الكالسيوم. ايه رمز الكالسيوم؟ سي. عدد ذلك كام؟ نبدا بعنصر مين؟ تبدا بعنصر السكنديوم وتنتهي بعنصر الخرسين. 50 عدد ذلك كام؟ 30. 50 ها؟ 50 خلاص؟ يبقى اول حاجه تبتدي بالسكنديوم وتنتهي بالايه؟ بالخرسين. خلي بالك لازم تعرف بدايه ونهايه السلسله 4 سلاسل. لازم نعرف اول عنصر ايه؟ واحد. ما عدا السلسله الاولى هعرف منها كام عنصر؟ ال10 كلهم. خلاص؟ يبقى اعرف بدايه ونهايه السلاسل واول 10 اعرفهم ايه؟ كلهم. صعب الكلام ده؟ وانا هدي لك في الاخر كده شفره بتحفظك بيهم بدايه ونهايه السلسله وتحفظك كمان 10 عناصر. صعب الكلام ده؟ خلاص؟ مش هخليك تحفظ اي حاجه. طيب تبتدي عنصر السكندري بتنتهي بعنصر مين؟ ها؟ الخرسين. طيب يلا السلسله الانتقاليه الثانيه. السلسله الانتقاليه مين؟ يلا ها دي بتبتدي من الدوره الرابعه، دي بتبتدي من الدوره مين؟ يلا الدوره الخامسه يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 4 دي. تبدا بعنصر مين؟ حد يعرف؟ حد يعرف السلسله الانتقاليه اول عنصر فيها مين الثاني؟ الايثيريوم. اسمه ايه؟ الايثيريوم رمزه واي 39. واي ايه؟ 39. وتنتهي وعنصر الكادميوم. تنتهي بعنصر مين؟ الكادميوم. ايه رمز الكادميوم؟ سي دي. عدد الذري كام سي دي؟ 8 وايه؟ 40. 8 وكام؟ 40. خلاص؟ يبقى اول واحده عنصر مين؟ السكندري. تنتهي بعنصر الخرسين. سكندري تنتهي بمين؟ الثانيه الايثيريوم. وتنتهي بعنصر مين؟ الكادميوم. يبقى سكندريوم خرسين ايثيريوم كادميوم. سكندريوم خرسين ايثيريوم كادميوم. سكندريوم خرسين ايثيريوم كادميوم. طب يلا السلسله الانتقاليه كام؟ الثانيه. السلسله الانتقاليه ايه؟ الثانيه. يلا الدوره كام؟ الدوره السادسه. تتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي. يلا تبدا بمين اكتر تنتهي بمين؟ نبدا بعنصر
فاكر العنصر اللي قلت لك بعده بتيجي سلسله اللانثانيوم كان اسمه عنصر مين؟ اللانثانيوم. تبدا بعنصر اللانثانيوم اللي ايه؟ عدد الذري 7 وايه؟ 50 وتنتهي بعنصر مين؟ تنتهي بعنصر مين؟ الزئبق. ايه الزئبق ده رمزه؟ عدد الذري 80. عدد الذري كام؟ 80. اللانثانيوم تنتهي بمين؟ بالزئبق. طب اخر سلسله معايا السلسله الانتقاليه كام؟ الرابعه. خلاص السلسله الانتقاليه اللي ايه؟ الرابعه. يلا تبدا من الدوره كام؟ تبدا من الدوره السابعه. يتتابع فيها ابتداء المستوى الفرعي 6 دي اقل من رقم الدوره بايه؟ 1. تبدا بعنصر مين؟ اللي تبدا بعنصر فاكر قلت لك بتيجي بعدها الاكتينيدات عنصر مين؟ الاكتينيوم. تبدا بعنصر الاكتينيوم اللي هي كان رمزه ايه الاكتينيوم؟ اي سي عدد الذري كام؟ 89 وتنتهي بعنصر اسمه عنصر اعرفوا كده من باب العلم بالشيء الكبرنيسيوم. اسمه ايه؟ الكبرنيسيوم. تنتهي بعنصر اسمه الكبرنيسيوم. الكبرنيسيوم سي ان 112. سي ان كام؟ يلا ده يلا لما نبص كم سلسله؟ 4. السلسله الانتقاليه ايه؟ أولى. ثانيه؟ السلسله الانتقاليه من الدوره؟ رابعة. يبقى المستوى الفرعي سي. الثانيه اللي بعدها دوره 5 يبقى المستوى الفرعي 40. اللي بعدها 6 يبقى 40. اللي بعدها 7. 60. اول واخر عنصر. اول واخر ايه؟ السلسله الانتقاليه تبدا بعنصر تنتهي بعنصر اللي بعده ايثيريوم تنتهي بعنصر كادميوم. سي دي كام؟ 48. اللي بعد كده عنصر مين؟ اللانثانيوم اللي ايه؟ 57 تنتهي بعنصر اتش جي كام؟ 80. بعد كده الاكتينيوم وتنتهي بعنصر الكبرنيسيوم. هذا عنصر مين؟ مستر. تعرف القصه؟ شفر الجي دي جد شفرة الدلال. بص اكتب ورايا شفرة احفظك اول واخر عنصر. سكر زنك يا سيدي لا حاجة. سكر زنك يا سيدي لا حاجة. سكر زن يا سيدي لا حاجة. سكر زن يا سيدي لا حاجة. ايه الشفرة دي؟ سكر اللي هي مين؟ اس كامل. اس سي زن اللي هي مين؟ الخمسين الزنك. يا واي اللي هي مين؟ الايثيريوم. الايثيريوم واي. سي دي اللي هي مين؟ اللي هي سي دي اللي هي الكاد اللي هي مين؟ كادميوم. لا هاج لا اللي هي مين؟ لانثانيوم. والهاج اللي هي مين؟ الاتش جي. خلاص كده؟ دول اول كام سلسله دول؟ اول 3. طب وبالنسبه للاخيره مثل الاكتينيوم والكبرنيسيوم ده مش كده. لا. بيسالك هو في اول 3. خلاص؟ سك زن يا سيدي لا حاجه. سك زن يا سيدي لا حاجه. سكنديوم 50 اكتينيوم كادميوم لانثانيوم زئبق. خلاص؟ دي بداية ونهاية كل سلسلة. اهو دي بداية ودي نهاية. بداية ونهاية. بداية ونهاية. صعب الكلام ده؟ حد عنده مشكلة؟ حد عنده أي مشكلة؟ يلا. الساعة كام معاكم؟ 12؟ يعني معانا بتاع ساعة ونص هناك؟ لا ما كان سيء. الساعة كام؟ لا انا بخلص 12. مين انت لاعب ولا بخلص 12؟ لا لسه معانا 10 عناصر. كل عنصر ليه 5 استخدامات يعني 50 عنصر. انا بس 50 استخدام. ايه؟ لا ينفعش. طيب 10 حلقات منهم كام عنصر؟ يعني 10 حلقات 4 5 عناصر. ها؟ طب 10 كام عنصر؟ ايه درسك؟ ها؟ يعني مش معاك 10 بس اول كام عنصر عشان ما نتاخرش، عشان بس يبقى الماشين بس. خلاص؟ اول كام عنصر 10. لو انتوا
عايزين تتحركوا مفيش مشكله. بس انا لازم اشرح يعني انا حوالي 4 5. انا المفروض كنت عامل حساب ان انا اشرح ال10 والطبيعي اصلا ال10 يتشرح البتاع ده، لان الحصه يعني اغلبها نظري. الحصه دي استخدامات وعناصر وتعرف ده بيستخدم في سليك ايه وعناصر كذا وحاجات زي كده. خلاص؟ طيب اشرح منهم اول 4 أو 5 عناصر. اللي عايز معاه درس عايز يتحرك مفيش مشكله. براحتك بس يحاول يعني ايه يظبط الدنيا. انا عموما اي درس بعدي خليه بعد واحده. اي درس بعدي خليه بعد واحده. ها؟ ايه؟ ولا انا هعمل مجموعه خاصه. هعمل مجموعه خاصه، عايز تيجي المجموعه الخاصه ده مفيش مشكله. بس انا ما عنديش انترنت. خلاص؟ ايه؟ لسه هنحددها يوم الخميس. جيسيكا بديل. عارفينها؟ ايه؟ ماشي. فين درس الاحياء فين؟ الساعة كام؟ الساعة 1؟ طيب ما لسه واحدة يا جماعة. موقف فين؟ موقف ناصر؟ طب ما لسه واحدة. هضربها نص نص. خلاص كده؟ ضربها نص نص. يلا. ها ركز كده معايا خلاص يلا عشان ما نضيعش وقت. يلا. عموما أي درس يا جماعة حاول تأخره. أي درس حاول تأخره شوية بعد. عشان احنا يعني انا دوب النهارده شرحت. لسه جاي في امتحان. وهنكون بنراجع على الشيت اللي انا مديهولك. خلاص؟ الشيت هينزل لك ان شاء الله. هنعمل جروب واتس. خلاص؟ هنزل لك الشيت هتحله. انا هاجي هنا مش هحل لك البتاع ده كله. مش هحل لك الشيت كله. انا هعمل ايه؟ انا كده هبعت لك الاجابات على الواتساب بتاعك. بعد ما تخلصها هبعت لك الاجابات. بس انا هعمل ايه؟ احل مين؟ الاسئله اللي انت مش عارف اجابتها دي. خلاص؟ طب انا ما حلتش خالص. براحتك. اولى. مش هحلها. هعمل لك ايه؟ اذا كان انت ما حلتش بايدك. اروح احل؟ خلاص؟ براحتك. طيب يبقى دي الايه؟ دي بالنسبه للايه؟ بالنسبه للعناصر السلسله الانتقاليه. طيب خلينا نبتدي كده باول سلسله معايا اللي هي السلسله الانتقاليه الايه؟ يلا ركز كده معاك السلسله الانتقاليه الاولى. السلسله الانتقاليه الاولى قلنا تضم كام عنصر يا جماعه؟ تضم 10 عناصر. الجدول الايه؟ في الجدول الاول وتشكل مع بعض بتشكل حوالي 7% من وزن القشره الايه؟ من وزن القشره. يعني العناصر الموجوده في القشره الارضيه العناصر الانتقاليه كلها على بعض كام؟ 7%. ده عدد كبير وعدد قليل؟ عدد قليل. اكبر عناصر موجوده عندي عنصر الحديد 5.1. في ايه تاني اكبر عنصرين حد يعرفهم؟ الثانيه. لا انا بتكلم على اكبر عناصر عموما في الجدول الاول. بص كده السيليكون والاكسجين وبعد كده الالومنيوم. اكبر اول عنصر السيليكون وبعد كده الاكسجين وبعد كده مين؟ الالومنيوم. خلاص؟ ايه؟ بتكلم في الجدول كله. طب ليه يا مستر يعني اشمعنى اول عنصرين سيليكون والاكسجين وتعملوا كده فوق بعضهم؟ عارفين مين السيليكون والاكسجين؟ حد يعرف مين السيليكون والاكسجين دول؟ سيليكات. حد يعرف مين هم؟ في الحياه العامه ايه السيليكون والاكسجين؟ الرملة. حد يعرف ايه الاس اي او 2 ده مين؟ رملة. ايوه دي هو اكس. تجيبين فين؟ رملة. تعرف تجيبوا لي في دي؟ تعرف تجيبوا لي في دي؟ سيليكون؟ ها؟ ولا القشره دي لازم احط القشره دي لا. انت عارف انا لو نزلت تحت هتعرف تجيب لي رملة يا مستر؟ لو نزلت تحت رملة؟ الرمله. الله ينور عليك. الرمله. اس اي او 2 ده اكسيد سيليكون ده رمله. استنى. كان متوقع فعلا يكون السيليكون والاكسجين اكبر عنصرين ليه؟ عشان الرمله في القشره الارضيه يعني اكتر. فعلا عشان كده السيليكون والاكسجين دول اكبر عنصرين. يجيهم العنصر اللي بعد كده اللي هو مين؟ الالومنيوم وبعد كده ياتي بقى ايه العناصر. خلاص يا جماعه؟ طيب يلا بتضم حوالي كام في المية العناصر الانتقاليه؟ 7% من وزن القشره الارضيه. اكبر عنصر فيها هو عنصر الحديد. اكبر عنصر مين؟ اللي لوحده الحديد 5.1 يبقى باقي العناصر كام؟ اقل من 2 1.9 من ايه؟ 1.9. الحديد لوحده 5.1 يبقى اللي باقي ايه؟ 1.9 من ايه؟ من 10. يلا خلاص؟ يبقى كده دي السلسله الانتقاليه الاولى بتضم 10 عناصر بتشكل حوالي 7% من وزن القشره الايه؟ طيب نبدا. تعالى كده قول لي العناصر كده بس عشان اعرفهم. ادي العناصر يا جماعه اللي موجودين عندنا. اول حاجه لسه ماشي مش مشكله بس حاول تشوف الحاجات دول ايه؟ يعني اول 4 أو 5 عناصر عموما هي نظر مش يعني استخدامات او عناصر عايزين تعوضوها في مجموعه ثانيه.
خلاص يا جماعه؟ طيب يلا يلا ها السلسله الانتقاليه الاولى يلا السلسله الانتقاليه الاولى قلت لك السلسله الانتقاليه الاولى بتبتدي عندك بالمجموعه مين؟ ها 3 بي 3 ايه؟ 3 بي اهو بتبتدي بال 3 بي وبعدها كام؟ ها 4 بي يلا 5 بي 6 بي 7 بي ما تقوليش 8 بي المجموعه كام؟ 8 هي بتشمل الاعمده كام وكام وكام؟ 8 9 وبعد كده 1 بي 2 بي خلاص؟ بس خلي بالك النظام الامريكاني ما يكتبكش هنا 3 بي 2 بي 4 بي احيانا ممكن تجي كاتبها بطريقه ثانيه مختلفه ال 3 كده يكتبها لك بص بالشكل ده يكتبها لك كده 3 اي بي 3 ايه؟ اي بي هي 3 بي بص يا جماعه عايزك كمان اعرفك على حاجه ثانيه في عندنا باللاتيني معناها رقم 5 فلو شايفني بكتب في بي يبقى المجموعه كام؟ 5 طب استنى بص كده لو كتبت لك في 5 وقبلها اي يبقى 5 وقبلها 1 يبقى كام؟ 4 طب لو كتبت لك في وبعدها اي تبقى المجموعه كام؟ 6 طب كتبت لك في وبعدها 2 اي 7 طب في 3 اي فهمتني كده؟ خلاص؟ يبقى الخمسه اللي هي رقم في طب لو قلت لك اي في بي يبقى المجموعه كام؟ الرابعه عشان الاي قبل الايه؟ الفي طب لو قلت لك في اي بي 7 في 3 اي طب في بي 5 فهمتني؟ خلاص طيب يلا 4 دي اكتبها ازاي؟ في بي الخمسه في بي بس السته في اي دي السبعه في 2 اي بي الثامنه في 3 اي وبعد كده هنا اكتبها ايه 1 بي وايه 1 بي و2 بي خلاص 1 بي وايه و2 بي دي مفيش اي مشكله فيها او 11 و 12 صعب الكلام ده يلا بنينا عناصر اول عنصر بنبتدي معاه عنصر مين السكند بعد كده تيتانيوم فاناديوم كروم منجنيز هنا كام عنصر في الثامنه 3 ايه هم حديد كوبل نيكل وبعد كده عنصرين نحاس وقرصين نحاس ومين؟ وقرصين تاني بص كده كام عنصر؟ 10 ايه هما؟ سكندر تيتانيوم فاناديوم كروم منجنيز حديد كوبل نيكل نحاس قرصين سكندر تيتانيوم فاناديوم كروم منجنيز حديد كوبل نيكل نحاس قرصين 10 عناصر صراحه مش عارف احفظهم يلا شفرات الدبابه شفرات الدبابه اكتب شفرة الدبابه اكتب شفرة الدبابه يلا اسمع كده بص كده يا شباب عندي شفرتين بكتبهم عندي شفرتين للدبابه اسمع عندي شفرتين للدبابه بكتبهم 6 فكم حكوني نحاس قرصين يا مستر الشفرة أصعب من الكلام لو كنت حفظت العناصر كان أسهل طب احفظ الشفرة الثاني بص الثاني ايه؟ فاكر الثاني طيب؟ يلا الثاني سك التي في سك ايه؟ التي في اللي هو التلفزيون صح؟ كارمين حديد فين كارمين؟ ادي كارمين حديد كوني نحاس قرصين اسهل شويه دي صح؟ سك التي في كارمين حديد كوني نحاس قرصين سك التي في كارمين حديد كوني نحاس قرصين مين اسهل الاولى ولا الثانيه؟ العناصر اسهل الاولى 6 مكان كوني نحاس قرصين تحس الاولى لغه عربيه بحته تحس كم كده زي كم خبريه او كم استفهاميه موضوع كده ايه عميق شويه العناصر اسهل ماشي احفظ عناصر انا بتكلم الناس اللي مش عارفه ده خلاص طيب تعالى واحده كده نفسر ايه معنى 6 فكام حكوني او الثاني يلا السين هنا هو عنصر مين؟ السكند الت تيتانيوم الف فاناديوم كاف كروم ميم منجنيز حديد اف اي كو كوبل ني نيكل ونحاس وقرصين اللي هو مين؟ طب الثانيه سك اللي هو مين؟ سكند اس تي تيتانيوم
في فنادق كار هي مين؟ برافو من منجنيز حديد كو كوبل نيكل نحاس وخاص. عايز تحفظ ماشي، عايز تحفظ الثانيه ماشي، عايز تحفظ العناصر برضه خلاص. اي حاجه بتقول عايز تحفظها مش مشكله، بس تتشقلب تحفظ ال10 ايه؟ عناصر. خلاص؟ لازم تبقى عارف ال10 عناصر وتبقى عارف مكانه فين في الجدول الدوري. خلاص؟ يا جماعه خلاص؟ يلا هصور بس مش فاكرين يوم التصوير. ورايا لو رجعتوا البيت وشفتوها مالكش وقت، بس انتوا بتريحوا ضميركم عشان هي مرتاح. كنت شغال في اسوان اصلا، كنت شغال في اسوان في الحياه ما كانش فيه شاشه، كان فيه سبوره. طلعت نصور السبوره. طب يا جماعه عايز اشرح بس كده، فاكرين لما شرحناها في الجزء الفلاني؟ هي بس هي مع الموبايل. خلاص خلي الموبايل يا جماعه يعني نذاكر بس نذاكر. ادي 10 عناصر، حد عنده مشكله في 10 عناصر؟ تعالى كده نمسك عنصر مع بعض وافتح كده دماغك، افتح كده دماغك معايا وركز معايا كده صح. خلاص؟ يلا اسمع كده معايا العناصر. اول عنصر بدأ معايا هو عنصر مين يا جماعه؟ صح السكندري. اول عنصر هي مين؟ اللي كان عنده الاسداري كام؟ اس سي 1 وايه؟ يلا اول معلومه عندي على السكندري، يوجد بكميات ضئيلة جدا. يوجد بكميات ايه؟ ضئيلة جدا. خلاص؟ وموزعة على نطاق واسع من القشرة الأرضية. موزعة على نطاق واسع من القشرة الايه؟ مثلا يعني ايه موزعة على نطاق واسع من القشرة الأرضية؟ معنى موزعة على نطاق واسع يعني مش متركزة في مكان معين. يعني ما اقدرش مثلا احفر في المكان ده لا فيه سكندري، واحفر جنبه هنا لا فيه سكندري، مستحيل من 7 المستحيلات. تلاقي مثلا السكنديوم مره موجود في امريكا الشماليه، شويه منه موجودين. مره موجود في افريقيا، مره موجود في اوروبا. شايفين ايه اللي حصل؟ متوزع على كذا ايه؟ على كذا مكان. خلاص؟ ممكن الدهب تلاقي كل الدهب تحت، يعني مثلا الدهب لو رحت الجبال تلاقي مثلا ايه مليان دهب. موجود في حته واحده، انت تبقى عارف مكان الدهب فين. لكن السكنديوم صعب جدا تتوقع مكان، صعب. لان اصلا نسبته ايه؟ حد يعرف نسبه السكنديوم كام؟ حد يعرف نسبته كام؟ 26 من 10,000 من وزن القشرة الأرضية. خدت بالك؟ يعني حتى مش مكمل 1 من ايه؟ مش مكمل 1 من 100 ولا 1 من 10 ولا 1 من 1000. ده 26 من 10,000. يعني كل 10,000 عنصر خلاص تلاقي منهم ايه؟ 26 من الايه؟ من السكان. تخيل؟ كل 10,000 تلاقي منهم ايه؟ 26 من السكان. يوجد بكميات ضئيلة موزعة على نطاق واسع من القشرة الايه؟ الأرضية. خلاص؟ وبالمناسبة هو أقل العناصر الانتقالية وفرة في القشرة الأرضية، أقل واحد وفرة في الإيه؟ في القشرة. صح الكلام ده؟ خلاص؟ ده بالنسبة لعنصر مين؟ لعنصر السكندري، بس استخداماته إيه؟ أول حاجة يضاف بنسبة ضئيلة إلى الألمنيوم، بضيفه بنسبة ضئيلة لإيه؟ ليه مستر بضيفه إلى الألمنيوم؟ ليكون سبيكة تمتاز بالصلابة الشديدة والخفة. وظيفة الألمنيوم بكون سبيكة. خلاص؟ كلمة سبيكة معناها إيه سبيكة؟ السبيكة معناها عنصرين أو أكثر مع بعض يعني بص كده سكندر وأضيف لها مين؟ ألمنيوم. أول ما تضيف حاجة ثانية للسكندر يبقى كده عنصرين، يبقى دي اسمها إيه؟ سبيكة. بعمل إيه بيها السبيكة؟ أول حاجة قال لك من خصائص اللي تمتاز بالصلابة الشديدة والإيه؟ والخفة، لذلك تستخدم في صناعة طائرات الميج الإيه؟ المقاتل. تستخدم في صناعة طائرات الميج المقاتلة. مستر ايه هي اصلا طائرات الميج دي؟ طائرات الميج المقاتلة شفتوا طائرات الشبح اللي كانت بتضرب بيها امريكا، ضربت بيها ايران. انت عارف؟ الطيارة بتبقى ايه؟ طيارة كده يعني لما انت تشوفها تلاقيها حجمها صغير خالص. وتقدر تعمل مناورة، تقدر تتحرك فوق وتحت، تقدر الطيارة يلف فيها كمان 360 درجة. ليه بيعملوا كده؟ اصل خلي بالك ميزة الطيارة دي ان لازم تتحمل قدر كبير من الاسلحة وفي نفس الوقت يكون عندها ايه؟ خفه. يعني مثلا ما تجيليش طياره مصر للطيران وتروح تقول لي انا هنور بيها. حبيبي انت لو واحد ضربك ضربتين هتوقع الطياره. الطياره اصلا ما ينفعش يعمل بيها منور، ليه؟ اصلا ما فيهاش مرونه. خلاص؟ الطياره اللي انت تمشي بيها ما فيهاش مرونه.
تتحرك يمين شمال في الجو بس، الطيار ما يقدرش يلف بيك في الجو يعمل بيك شخصيات يعني، لكن بيك المقاطع يعرف يعمل بيها. خلاص؟ وعندنا في حرب اكتوبر كان في طيار معروف، طيار مصري لما كان بيحارب في الحرب بتاع اسرائيل كان جاي صاروخ وراه على طول متتابع. وده ورا بتاعه، فهو كان خلاص يعني تقريبا هيموت، الراجل ده كان هيموت 100%. لكن الطيار المصري يعمل حركه عظيمه جدا. يبتدي يلف بالطياره بتاعته 180 درجه. ويمشي بدل ما كان هو قدام الصاروخ يمشي ورا الايه؟ يلف بالطياره بتاعته ويرجع ورا الصاروخ. طبعا الصاروخ ما يجيش ولا حاجه. فكان طبعا من ضمن المشاهد العظيمه اللي تقدر تدور عليها عليه يعني. طيب كده هي مين؟ كده السكن. بستخدمها في صناعه طيارات الميج الايه؟ المقاطعه. ليه؟ عشان بتستخدم السريكه بتاعتها بتتميز بالايه؟ ها؟ بالصلابه والايه؟ صلابه شديده وخفه، لذلك بستخدمها في صناعه الطيارات الايه؟ المقاطعه. يبقى صلابه وخفه وطيارات ايه؟ مقاطعه. صلابه وخفه وطيارات مقاطعه. ايه الاستخدام الثاني؟ الاستخدام الثاني يضاف الى مصابيح أبخرة الزئبق. أضيف إلى مصابيح أبخرة الإيه؟ الزئبق. أضيف إلى مصابيح أبخرة الزئبق لإنتاج ضوء عالي الكفاءة. يديني ضوء عالي الكفاءة يشبه ضوء الشمس. لذلك يستخدم في التصوير التلفزيوني. بستخدمه في الإيه؟ في التصوير التلفزيوني أثناء الليل. إيه؟ عارف ايه؟ عارف ايه يا جماعه؟ بتشوف اللي هي الليد دي اللي هي بيبقى ضاربها في وش الممثل كده، او في وش مثلا اي حد بيعمل لقاء تلفزيون، لما بيبقى الدنيا ليل وعايز ينور الممثل يعمل ايه؟ يجيب لمبه كده عملاقه ويضربها في وشه. طبعا يبقى قاعد الممثل كده بيتكلم دي اصلا هو مش شايف حاجه، بس هو ايه؟ ضارب له هنا لمبه وهنا لمبه كده وعلى الله الدنيا ان شاء الله. بس انت قول لي انا بص فين وانا معاك، هو يبدا بص كده. الدنيا تمام، بس هو ايه؟ عشان عايز ينور وشه. خلاص؟ طبعا لو كان في اي حاجه طبعا البنات عارفين الكلام ده في القطاع والحاجات دي، في اي مثلا حاجه في الوش الاداري في العيون او حاجات زي كده. طيب يسالني سؤال في الامتحان بقى، يسالني سؤال في الامتحان. بص كده، تستخدم سبيكه نبر في صناعه مضارب البيسبول. تستخدم سبيكه نبر في صناعه مضارب البيسبول. تستخدم مضارب البيسبول والهاتف. دي ازاي سؤال في الامتحان؟ كده الاسئله اللي هتجيلك في الامتحان. ما عدتش عليك؟ بس انا راجل بفهم او بحفظ. مستر ولا جاز يعني. انا راجل بفهم. خلاص؟ انا بفهم. طيب البيسبول انا راجل بقى بفهم. البيسبول بيعمل ايه؟ اضرب بيسبول. عايز يضرب الكرة بقوة وفي نفس الوقت لازم يكون ايه؟ مين السبيكة اللي كانت بتتميز بالصلابة الشديدة والايه؟ الخفة. مين؟ السكنديوم مع الألمنيوم. يبقى استخدمها في صناعة مضارب الايه؟ البيسبول. يبقى خلي بالك مش بس طيارات المقاتلة، لكن ممكن استخدمها في مضارب البيسبول. وممكن استخدمها كمان في دراجات السباق. بتشوف اللي هو المتسابقين لما بيتسابقوا بالدراجة، خلاص؟ بتلاقي الدرجه بتاعته تقدر تتحرك يمين وشمال اللي هي العجله اللي هي سرعات ويقدر يتحرك فيها وهكذا. خلاص؟ يبقى خلي بالك انا ممكن اجيب لك اصلا استخدام مش عليك في المنهج خالص ولا عدى عليك، فلما انت تعرفه ازاي؟ اعرفه بالفهم. هشوف هو عايز ايه من السؤال، هشوف هو غرضه ايه. يعني مثلا قال لي هنا بيستخدم في انتاج ضوء على الكفاءه. خلاص؟ اروح اجيب لك مثلا ارى طالب. خلاص؟ اضاءه مكان عام. فاستخدم مش عارف لمبه موفره بسعه كذا كذا، ده اسم السبيكه المستخدمه. تقدر تفكر ايه اللمبه الموفره اللي استخدمها؟ خلاص ما انا حاجه عايز ضوء عالي الكفاءه، يبقى انا بتكلم على مين؟ على سكنديوم مين؟ والزئبق. خلاص يضاف الى مصابيح عباره الايه؟ الزئبق. خلاص بخار الزئبق، البخار الزئبق يا جماعه دي اللي موجود جوه المصباح. هنا اللمبه دي بتقول عليها لمبه ايه؟ اسمها لمبه ايه؟ نيون صح؟ بتقول عليها لمبه ايه؟ نيون. طب ايه النيون ده؟ النيون هو الغاز الخام اللي انا بستخدمه ايه؟ هو نفس الكلام بالنسبه للزئبق. خلاص مستخدم في اللمبه ايه؟ زئبق بدل النيون وهكذا. خلي بالك بقى. بص السؤال ده، بص السؤال ده. بص السؤال ده. تقع السبيكه المستخدمه في اضاءه المصابيح بين المجموعتين كذا وكذا، او في المجموعتين كذا وكذا. في المجموعتين كذا وكذا. تقع السبيكه المستخدمه في المصابيح في المجموعتين كذا وكذا. 3 بي وايه؟ زي ما كان المجموعه كده.
انا عارف ان هو السبيكه دي سكندري صح؟ والعنصر الثاني كنت بستخدم مين؟ زد. طب ده انا عارفه في 3 بي عشان اول العناصر الانتقاليه، طب الاتش جي صح بتقولي اخر العناصر الايه؟ يبقى تقع في المجموعتين مين ومين؟ يجي يسالك سؤال في الامتحانات هتلاقيه في الكتب. تقع العناصر الانتقاليه، تقع العناصر ايه؟ بين، خلي بالك مش تقع فين؟ تقع بين المجموعتين مين ومين؟ 2A و 3A. عرفتها ازاي؟ اصل العناصر الانتقاليه اللي فيها دي بتبتدي من 3B، اللي قبلها اللي هي فيها مين؟ اس، اخرها كام ايه؟ 2A، واللي بعدها الفئه B، والفئه مين؟ B. خلاص بتبتدي من كام ايه؟ 3A، يبقى تقع بين 2A و 3A، 2A و 3A. صعب الكلام ده؟ خلاص؟ طيب دي بالنسبه لايه؟ للسكان، يبقى يوجد كميات ضئيله يضاف الى حاجتين، بيعمل كام سبيكه الالومنيوم؟ بيعمل كام سبيكه سكندو؟ 2. يا بضيفه الى الالومنيوم يا بضيفه الى الزئبق. لو ضفته الى الالومنيوم بيكون سبيكه تمتاز بالصلابه والايه؟ والخفه، لذلك تستخدم في صناعه طائرات الميج الايه؟ المقرب. لما بضيفه لو سمعها على خط الزئبق بينتج ضوء عالي يشبه ضوء، لذلك يستخدم في التصوير التلفزيوني اثناء صح الكلام ده؟ ده بالنسبه لمين؟ للسكان. بص على العنصر الثاني. تعبتوا؟ تعبتوا يعني؟ طب انا راجل انا يعني احب ان انا اخد وقت. فانتوا شايفين نكمل ولا كفايه كده؟ سبيكة ثانية بس. نكمل اهي. واحدة ثانية بس. ايه؟ واحدة من ايه؟ واحدة من الباقيين؟ لا طب السكندو، السكندو كان 26 10000 لكن ليه ليه اهمية ولا مش اهمية؟ ليه اهمية؟ لا. فاكرة ايه رايكم نكمل ولا نمشي؟ نمشي. نمشي. نكمل. نمشي كفاية يا استاذ. خطوة ثانية لا تنسى حصل صعوبة. ينفع اخد عنصرين ده؟ واحد بس. عنصرين. واحد بس. مش هوصل معاكم للكام؟ ايه؟ مش هوصل للخمسة عنصرين. عشان خاطر اكمل المرة الجاية العناصر. يا صعب نفسها. مش مشكلة. امال لما توصل للخامس خمسة كم؟ قاعد عنصرين. عود نفسك ان الحصه ممكن تبقى ساعتين. خلاص؟ ده النظام بتاعي كده يا جماعه. ان انا بشرح ايه؟ بعد كده هتبقى معايا ولا هتيجي كل مره تقول نفس الكلام؟ اصلا انا كان عندي الهدف بتاع السنه اللي فاتت كانوا كده. السنه اللي فاتت كان يجي الساعتين خلاص الساعتين كده خلاص. كان يجوا كده السنه. وبعد كده اسمع لما وصل لحد اخر البتاع ده حتى وصلوا اخر السنه فاكر الحصه دي 3 ساعات. مش مدينا حاجه. فقط 3 ساعات. مش حاسين. خلاص اتعود عنده مناعه. بقى عنده مناعه. خلاص؟ طيب اخر عنصرين هشرحهم بسرعه. معلش خليها عليا مره. تعالى عشان اقدر اشرح المره الجايه باقي العناصر معلش عشان يا جماعه بس عشان اقدر احل معاكم كميه كبيره وما نزلتش منها بعد اذن الله عشان ما نزلتش منها. طيب هشرح بسرعه على العنصرين. ثاني عنصر معايا هو عنصر التيتانيوم. ثاني عنصر مين؟ التيتانيوم. عدد الذرات كام التيتانيوم سريع؟ دي اي كام؟ 22. عدد الذرات كام؟ 22. ده ثاني العناصر الانتقاليه وفره في القشره الارضيه. ثاني العناصر الانتقاليه وفره. مين كان الاول؟ حد فاكر؟ صح. هاي العناصر الانتقاليه وفره في القشره الايه؟ بعد عنصر مين؟ بعد عنصر الحديد كان كام؟ 5.1 من 10. ده عنصر مين؟ التيتانيوم اللي هو ايه؟ تيتانيوم. اخدت بالك؟ تيتانيوم ايه؟ تاني. تيتانيوم تاني. خلاص؟ طيب تستخدم في ايه عنصر التيتانيوم؟ اول حاجه اول استخدام ليه تستخدم في عمليات زراعه الاسنان والمفاصل الصناعيه. بستخدم في عمليات ايه؟ زراعة الأسنان والمفاصل الصناعية. حد يعرف ايه زراعه الاسنان؟ لما واحد سنه تتبرع فيزرعوا له ايه؟ سنه جديد. طب ليه بيستخدموا التيتانيوم؟ حد يعرف؟ اي حاجه عموما بتدخل جسمك الجسم بيعمل ايه؟ بيهاجمها. هو بيفتكرها زي فيروس او حاجه داخله عليك فيعمل ايه؟ يهاجمها. فلو انت استخدمت اي حاجه الجسم هيعمل ايه؟ هياكلها. خلاص؟ بأي حاجة. لكن التيتانيوم لا.
التاني الجسم لا مش سام اصلا، فالجسم كده كده مش بيهاجمه. خلاص؟ عشان كده اي حاجه في السنان او في الحشو او اي حاجه الدكتور بيستخدم معاها عنصر مين دايما؟ التيتانيوم دايما. خلاص؟ وكمان في المفاصل الصناعيه يقول لك ده واحد مركب شرايح ومسامير. ايوه المسامير دي في ناس تفتكر المسمار اللي هو بتاع الصلب اللي هو 5 سم بتاع الحديد. لا يا جماعه مش ميكانيك اللي شغاله الدنيا، لا ده تيتانيوم. خلاص تيتانيوم عشان الجسم ما يعني ما يبقى استخداماته كان عناصر انتقاليه اخرى في القشره. ها التسامح تستخدم فين؟ سبيكه تستخدم في صناعه الطائرات والمركبات الايه؟ الفضائيه، طائرات ومركبات. طب يا مستر ثواني اسال سؤال، اتفضل. هو مش السكندر برضه كان بيضاف للالومنيوم وكان بيكون سبيكه تستخدم في صناعه الطائرات؟ مقاتلة كده طيارات ايه؟ مقاتلة مقاتلة، لكن دي طيارات ايه؟ بتاعت مصر الطيارات العادية بتاعتها. فاكر الفرق؟ فاكر الفرق اللي قلت لك عليه؟ الطيارات المقاتلة تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل مناورة، تتحرك يمين شمال فوق وتحت. لكن ده هل يقدر يعمل مناورة؟ على كده دي الطيارات العادية بتاعتها. خلاص؟ يبقى دي استخدامات. طيب أهم مركبات التيتانيوم، أهم مركبات. بص كده في مركب عندي اسمه تي اي او 2، اسمه مين؟ ده مين المركب ده؟ ده اسمه ثاني اكسيد التيتانيوم. ثاني اكسيد مين؟ ثاني اكسيد. ده طريقته النمطيه تمنع وصول الاشعه فوق البنفسجيه للجلد. زي طبقة الأوزون. بالظبط. عامل زي طبقه حاميه. عامل زي طبقه حاميه للجلد يا جماعه. دايما انتوا عارفين طبعا ان الشمس لما بتتعرض ليها باشعه كبيره فيها اشعه فوق الايه؟ لذلك دايما يقول لك اتعرض للشمس مفيش مشكله، خد منها فيتامين د حلو، بس الفتره ايه؟ ما تقدرش انت واقف في النهار عز المركبات بتاع الورق التيتانيوم. خلاص؟ يبقى كده كده التيتانيوم سريع، ثاني عناصر الانتقاليه وفره في القشره، يستخدم في عمليات زراعه الاسنان والمفاصل، يعني الجسم لا يلفظ ولا يسبب اي نوع من التسمم. بالنسبه بين حجم الصلب الى حجم البني، اكبر من واحد يساوي واحد، اقل من واحد. مستر انت ما جبتش سيره الحجم خالص، انت جبت سيره الكثافه. عرفت ازاي؟ يساوي ليه؟ ماشي قول لي ليه؟ تعال ليه؟ الله ينور عليك، صح كده صح. مستر كان عندنا قانون كنا واخدينه قبل كده، الكثافه كان بيساوي كتله على خلي بالك التيتانيوم اقل في الكثافه، يبقى ايه في الحجم؟ اكبر في الحجم، عشان العلاقه بين الكثافه والحجم علاقه عكسيه. يبقى خلي بالك التيتانيوم اكبر حجم ولا اقل حجم؟ ها؟ اكبر حجم. التيتانيوم اكبر حجم لانه اقل في الايه؟ في الكثافه. يبقى الصلب اكبر حجم ولا اقل حجم؟ اقل. يبقى هنا انت بادئ بالصلب، الصلب الى البناديوم اقل من الواحد، يبقى كده الاجابه هتكون اقل من الايه؟ اقل من الواحد. يعني من الاخر بص يا جماعه، اللي بيكون حجمه كبير مسافته تبقى ايه؟ قليله. يعني انت لو عايز تعملها في ارض الواقع عندك كرتونه بيض فاضي، شفت الكرتونه بتاعت البيض الفاضيه دي؟ خلاص؟ لو انا حطيتها على الميزان توزن معايا ولا ما توزنش؟ ما توزنش ليه؟ اصلها ايه؟ خفيف مع انه حجمها ماله؟ كبير. هات نفس الحاجه هي نفس القطعه بس قطعه ايه؟ حديد. توزن على الميزان ما توزنش. صح كده؟ ولو حتى جبت قطعه حديد صغيره توزن على الميزان ما توزنش، توزن. بس حجمها ماله؟ صغير. يبقى اذا في علاقه ما بين الحجم، علاقه عكسيه بين الحجم والايه؟ والكثافه. علاقه عكسيه بين الحجم والايه؟ والكثافه. خلي بالك من الحته دي عشان بيسال فيها خلاص؟ تحب يلخبطك في الحته دي. او الكتله مش ها؟ الكتله كده كده علاقه طرديه مع كثافه. يعني زي الكتله دي كثافه. خلاص علاقه طرديه دايما معاك. صعب الكلام ده؟ طيب ماشي يا مستر. ده قول كده المركبات بتاعته. الفاناديوم والثبات. عندي سبيكه للفاناديوم وعندي مركب واحد. يلا. ها؟ اخر حاجه خلاص، اخر حاجه اشرح. يضاف الفاناديوم بنسبه ضئيله الى الصلب. يضاف بنسبه ضئيله لايه؟ الى الصلب. ليه يا عم يضاف بنسبه ضئيله للصلب؟ يضاف بنسبه ضئيله الى الصلب ليكون سبيكه تمتاز بقساوه عاليه وقدره كبيره
على مقاومة التآكل. مقاومة النسبة دي الصلب يكون سبيكة ممتاز، تصور عليه قدرة كبيرة على مقاومة التآكل. يعني خلي بالك الفاناديوم لما أضيفه للصلب يعمل لي إيه؟ يعمل لي سبيكة. إيه مميزات السبيكة دي؟ إيه مميزاتها؟ مميزات السبيكة دي بتمتاز بحاجة اسمها قساوة. لما تسمع مني كلمة قساوة مش معناها حد قلبه قاسي زي زي الإكس. لا لا في الكيمياء عندنا القساوة معناها إيه؟ صلابة ومرونة. صلابة وإيه؟ ومرونة. خلاص؟ يعني حاجة صلبة لكن إيه؟ مرنة. لكن الراجل الثاني كان إيه؟ كان صلب نص. خلاص؟ لا، فهنا القساوة معناها صلابة زائد إيه؟ صلابة زائد مرونة. صلابة زائد إيه؟ حلو الكلام ده؟ خلاص؟ الناس اللي بتفكر تكون يلا اسمع معايا. يبقى كده السبيكة بستخدمها بالفاناديوم بتتميز بالقساوة عالية، والقساوة معناها صلابة زائد مرونة، لذلك بستخدمها في صناعة زنبركات السيارات. الزنبرك بتاع السيارة اللي هي إيه؟ حد عارف الزنبرك الولاد؟ اللي هي المساعدين بتاعت السيارة. ايوه مساعد. مثلا لما تيجي تعمل مطب، لما تيجي تعمل مطب ولا حاجه على الطريق، في عربيات لو انت راجل مثلا داخل المدينه وخدت المطب تدب دبه كده على الارض ما تطلعش منها سليم. لكن في عربيات كده نظيفه كده اللي هي عربيات اللي هي الحديثه دي، اول ما تاخد المطب تحس نفسك ولا اي حاجه. ليه؟ لا. اصل بيمتص الصدمات، الزمرد ده بيمتص. خلاص دي ده ولا يبقى لذلك يستخدم في صناعه زنبركات الايه؟ زنبركات السياره. اهم مركبات وما عنديش غير مركب واحد بس. ايه المركب بتاع الفاناديوم؟ مركب اسمه V2O5. V2 ايه؟ خلي بالك من المركب ده كويس، لسه عليه. V2O5 دي استخدامين ما لهمش تاني. دي كام استخدام؟ يستخدمه كصبغه، يستخدمه كعامل حفاز. كصبغه ايه؟ صبغه في صناعه السيراميك والزجاج. شايفين السيراميك ده؟ خلاص كل الالوان دي بتستخدمها عنصر مين؟ الفاناديوم. يبقى صبغه في صناعه السيراميك والايه؟ والزجاج. كان عندي مدرس كان بيقول كلمه الزجاج يقول ايه؟ الزجاج. بيقول لي ايه؟ صبغه في صناعه السيراميك والزجاج. فانت عايز تعرفها صبغه في صناعه السيراميك ولا ايه؟ والزجاج. طيب بيستخدم كعامل حفاز في كام حاجه؟ 3 حاجات. عامل حفاز في كام حاجه؟ 3. في صناعه المغناطيسيات فائقة التوصيل. طبعا المغناطيسيات فائقة التوصيل. ليه؟ أصله ليه قدرة على المغناطة، يقدر يعمل إيه؟ يرسم. مين تاني عنصر قابل للمغناطة؟ حد يعرف؟ الحديد. عنصر قابل للمغناطة. خلاص الحديد بيعمل برضه مغناطيس. طب إيه تاني اللي جت صناعة المغناطيسيات؟ تحضير حمض الكبريتيك. أحضر منه حمض الإيه؟ الكبريتيك بطريقة اسمها طريقة التلامس. طريقة إيه؟ وهقول لك عليه التلامس. وتحضير حمض اسمه حمض البنزويك. حمض اسمه مين؟ حمض البنزويك ده زياده مني ليه؟ اصل ده كده هناخده في العضويه. طب انت ليه بتقولي من دلوقتي؟ عشان افكرك بيه لما نيجي للعضويه. بيتحضر باكسده التطوين. بستخدم مركب البي 2O5 و450 درجه سلسيوس. خلاص؟ هشرح معاك الحته دي عندي كبريتيك بطريقه التلامس. لا ده تلامس. ده محتاج. البطارية 7% دوب. حاسس ان انا ما اديتكمش حقكم يا جماعه، مش عارف ليه. لا انت متحمس يا مستر تاخد عن نفسك، لكن انت لسه ايه؟ طيب خلاص ماشي هنقعد لحد هنا ان شاء الله كده احنا وصلنا لحد العنصر رقم كام؟ 3. يبقى انت هتمسك العناصر من اول ما اخذنا لحد العنصر الثالث. الحصه الجايه في امتحان اللي احنا اخذناه، كل حصه هيكون في امتحان. الشيت هينزل لك لازم تحل الشيت قبل ما تيجي، لازم تكون حل الشيت قبل ما تدخل من الباب هنا. اوقف هنا واشوف كل واحد حل الشيت بتاعه. تمام؟ واللي ما يحلش شوطه بره. ايه؟ ما يحلش ما انا ماشي تاني عارف شوطه بره. خلاص؟ فلازم تكون حل الشيت والحاجات